ورجعنا لكم عزيزي المشاهد بفيديو جديد من حكايه باكي ورحلته في التغلب على والده هانما يجرو. فلو ما شفتش ملخصات الاجزاء اللي فاتت فراح شوفها الاول. وقبل ما نبدا فيا ريت ما تنساش انك تدعمنا باللايك لانه فعلا بيفرق معانا، ولو لسه مش مشترك في القناه فانزل اشترك وفعل الجرس لو حابب تشوفنا تاني. وطبعا ما تنساش انك تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. شفنا في الاجزاء اللي فاتت استيقاظ الوحش بيكل من نومه العميق اللي دام ل 200 مليون سنه، وشفنا مدى قوته اللي كانت حرفيا من عالم تاني، واللي قدر بقى انه يدمر ملك البحر ريتسو وياكل رجله. وكمان شفنا ان بالرغم من قوه كاتسومي الاسطوريه لكن هو كمان خسر قدام بيكل واكل دراعه. وعلى الرغم من مدى قوه جاك اللي قدر يسد معاه شويه لكن هو كمان خسر من بيكل وتلقى اصابات مدمره في جمجمته، لحد ما وصل بطلنا باكي واللي كان على وشك انه يهزمه، لكن بسبب انه في عاده وحشه بيقرر يخوض معاه في قتال معتمد على قوه التحمل. وبسبب كده سرعان ما شفنا ان بيكل بيتفوق عليه جسديا وبيهزمه بعد ما حرفيا باكي بيكون بهدله على الاخر. وبيبدا الجزء الجديد باننا بنشوف باكي هو عند الطبيب شينوجي واللي بيعمل له شويه فحوصات لجسمه ودماغه. شينوجي بيقول له بصراحه دي اقل حاجه نعملها، وخصوصا بعد قتالك الوحشي مع اقوى رجل في التاريخ بيكل. وبصراحه كمان الفحوصات دي جايه متاخر شويه، ده انت حرفيا من اول حياتك يا راجل مش بتعمل حاجه غير القتال، وحتى بالنسبه لاقوى المقاتلين فما فيش حد جسمه متضرر زي جسمك كده. باكي مش بيكون مهتم بكلامه اصلا، وبيقول له حتى لو لقينا اي مشاكل في جسمي فده مش هيغير حاجه من اسلوب حياتي، وده لان كده كده ما اقدرش اوقف اللي انا بعمله. شينوجي بيقول له انا عارف، وبيقول له امشي انت دلوقتي ولو لقيت اي مشاكل في الفحوصات هبقى اكلمك. وبالليل بنشوف شينوجي وهو قاعد قدام الفحوصات والاشعه وحرفيا كده مش بيكون مصدق اللي هو شايفه. الواد من صدمته بيطلع تليفونه وبيتصل على اشهر عالم اعصاب في اليابان عشان يحاول يفسر له اللي هو شايفه ده. التاني لما بيجي هو كمان بيتصدم جنبه. شينوجي بيقول له دي دماغ شاب ياباني عنده 18 سنه. التاني بيقول له بقى عايز تفهمني ان دي دماغ بني ادم؟ الواد بكى يا صديقي، شكل دماغه حرفيا عامله زي وش الشيطان، نفس شكل ظهر هانما يجرو بالظبط. شينوجي بيقول له تفتكر هل شكل الدماغ ليه علاقه بشخصيه صاحبه؟ التاني بيقول له لو هنتكلم على حسب العلم فمالوش اي علاقه، بس اللي قدامنا ده معجزه حيه ومفيش اي علم يقدر يفسره. ممكن يكون الكلام اللي هقوله ده ما ينفعش يطلع من عالم اعصاب، بس مليون في المية ده صاحب الدماغ دي شيطان. بصراحه معرفش ايه تفسير اللي انا شايفه ده. شينوجي بيقول له معاك حق يا باشا. فيا ترى صديقي ايه اللي مخبي لنا بطلنا باكي؟ وبنروح لبطلنا باكي واللي بنشوف ان بسام ماشي في احد المناطق بيتسبب في حدوث طفره من الفئران الهائجه في المدينه، وده بسبب الهاله المرعبه اللي خارجه منه واللي خوفت الفئران. وبنروح لكوزيه حبيبه باكي اللي شفناها في المواسم اللي فاتت. فاكرين لما باكي كان هيقتل محمد علي الابن لولا تدخل ابوه واللي انقذه في اللحظه الاخيره؟ وقتها كوزيه لما شافت الواد في الحاله دي صعب عليها جامد وفضلت تواسي فيه، ومن ساعتها هي وباكي ما تقابلوش تاني، وافتراها للمدرسه الصبح بتقابلوا على الباب فبيتمشوا مع بعض. وبيقول لها باكي تصدقي بقالنا كتير ما شفناش بعض؟ ولما كوزيه بتساله اذا كان عايز يعرف هي كانت بتعمل ايه الفتره اللي فاتت بيقول لها مش مهم، المهم انك تبقي مبسوطه. فبتضربه وبتقول له ما انت عارف اني مش هبقى مبسوطه غير معاك، وبيتصالحوا الاثنين بعدها. وبالليل بنشوف ان في اتنين من اللصوص بيكونوا مثبتين باكي ولما مؤاخذه كده يعني بيتنمروا عليه بقى يا ابن الهبله انت هو ما لقيتوش غير ده اللي عايزين تسرقوه. وبنشوف ان باكي بيكون واخدهم على قد عقلهم اصلا. التاني بيقول له ما تيجي نقطعه، فبيقول له فكره حلوه. الواد بيطلع سكينه وبيقول له اطلع بالفلوس اللي معاك. وفي اللحظه دي دم عيله هانما بيسخن في باكي بدون ادراك منه، والواد حرفيا بيكون على وشك انه يقتلهم. الاثنين وقتها بيكونوا في قمه الرعب وعارفوا انهم ميتين لولا اننا بنشوف ان في اللحظه الاخيره شخص بيتدخل وبيقول لباكي مش هتبطل تنمر على الناس بقى. باكي بيتفاجئ وده لان الشخص ده يبقى هو اللي رباه وهو صغير، وبالمناسبه اسمه كورياوا. وبنشوف انه بيقول للاثنين التانيين انهم المفروض يشكروه دلوقتي، وده لانه لو كان اتاخر ثانيه كمان كان زمان كل واحد فيهم في حاله خطيره دلوقتي. فبيطلعوا الاثنين يجروا، وبعدها بنشوف ان باكي وكورياوا بيروحوا يقعدوا مع بعض. كورياوا بيقول له اخيرا اجى الوقت اللي هنشوف فيه القتال الاعظم، اقوى رجل في العالم هانما يجرو ضد ابنه اقوى شاب في العالم هانما باكي. باكي بيقول له يا عم انت مكبر الموضوع ليه؟ دي مجرد خناقه بين اب وابنه. كورياوا بيقول له هو انت غيرت رايك ومش عايز تنتقم لامك ولا ايه؟ باكي بيقول له الموضوع عدى عليه 5 سنين. ووقتها باكي اكل على عينه من يوجيرو وشاف امه وهي بتتعصر قدام عينيه لحد الموت وما كانش قادر يعمل لها حاجه. باكي بيكون متردد جدا طول الفتره دي، وده لانه مش متاكد اذا كان فعلا بيكره ابوه ولا لا. وبيقول له تفتكر هل ابويا فعلا يستاهل ان انتقم منه عشان امي؟ كورياوا بيقول له ليه بتسالني السؤال ده؟ باكي بيقول له عشان انت عارف ان امي ما كانتش شخص عادي. وبنرجع للماضي شويه وبنشوف ام باكي وهي بتتجوز من رئيس اغنى عائله في العالم، ووقتها كان مستقبلها مضمون لحد ما في احدى الحفلات بتقابل هانما يجرو. البنت بعد ما شافته وهو بيقاتل وشافت منظر الدم عجبها المنظر جامد، واكتشفت انها من جواها بتعشق حاجه اسمها عنف ودم. ويجرو وقتها شاف كده فيها، وبنشوف انه بيروح لمكان البنت دي وبيخلص على الحراس وعلى جوزها وبيقول لها انت بتحب الدم اكتر من اي حد في العالم، انت اللي كنت بدور عليها طول الفتره دي. وبعدها خلفوا ابنهم باكي، وعشان امه كانت مستعده تعمل اي حاجه عشان يجرو يحبها فعشان كده من اول ما باكي اتولد وهي خلته يتدرب ليل ونهار ووفرت له منشآت متطوره وجابت له افضل المدربين
وكل ده عشان يتمكن من هزيمه ابوه هانما يجرو من غير ما تهتم بابنها. تخلت عن مشاعر الامومه ناحيته واختارت مشاعر الحب لابوه، وباكي كان مجرد اداه ليها. ولكن طبعا زي ما احنا عارفين فيجرو مش بيكون فارق له حاجه غير ان ابنه باكي يطلع قوي عشان يقدر يقاتله. وبيقول لها في قتالنا الجاي لو ما عجبنيش مستوى باكي فعلاقتنا هتنتهي. ولما امه بتعرف كده بتروح لعند باكي وبتفضل تضرب فيه وبتقول له ان هو السبب في ان يجرو مش راضي يحبها، وده لانه ضعيف. باكي في الوقت ده بيقول لها يعني لو انا هزمت يجرو فهل وقتها انت هتحبيني؟ باكي كمان كان عايز حد يحبه، واللي حصل هو زي ما كلنا عارفين انه تحدى يجرو كان على عينه منه. ولكن وقتها ام باكي كانت سعيده جدا على الرغم من انها كانت بتموت، وده عشان يجرو كان بيحضنها وقتها. كورياوا لما بيسمع القصه بيتاثر جامد وبيقول له هو انت هتعيش لنفسك امتى بقى؟ انت عايش عشان ترضي امك ولا عايش عشان ترضي ابوك؟ امتى هتعيش حياتك الخاصه؟ وليه اصلا مستمر في اللي انت بتعمله؟ باكي بيقول له في حاجه انت لسه ما تعرفهاش. قبل ما يجرو كان على وشك انه يقتلني امي وقفت قصاده، وقفت قصاد اقوى مقاتل على وجه الارض. لا وايه دي كمان ضربت هانما يجرو وقالت له انا اللي هقاتلك دلوقتي. واظن انت عارف معنى كده، معنى انك تتحدى هانما يجرو في قتال هو الموت الاكيد، وده معناه ان امه كانت بتحبه فعلا. باكي بيقول له امي ضحت بنفسها عشان تحاول تنقذ حياتي، وده كان كفايه عليا، مستعد اضحي بكل حياتي عشان الكلمتين دول بس. بسبب اللي هي قالته ده قدرت اعيش واكون قوي. كل القوه اللي عندي دي مصدرها كان الكلمتين دول. كورياوا لما بيسمع الكلام ده بيقول له انا كنت غلطان وبيتاسف له. ولكن وقتها بنشوف ان باكي بيحن له راسه وبيشكره. بسبب كورياوا باكي افتكر ذكرياته والماضي بتاعه، واخيرا فهم نفسه وقدر يعرف هو ليه عايز يقاتل يجرو. كله كان عشان اللي امه عملته معاه وقتها، مش عشان الانتقام ولا حاجه، بل ردا على طيبه اللي امه اظهرتها وقتها. وبعدها بنشوف يجرو وهو في سجن ولايه اريزونا مع اقوى رجل في امريكا اوليفيا، وده بعد معاهده السلام اللي عملها مع الرئيس الامريكي، واللي بتنص على ان امريكا مش هتحاول تتدخل في شؤون يجرو. يجرو لما بيشوف المكتبه العملاقه بتاعه اوليفيا بيقول له انت ممكن تكون اقوى رجل في امريكا بس انت لسه مجرم يا صاحبي، الفلوس اللي معاك دي كلها اكتر من اللي انت تستاهلها. اوليفيا بيقول له ده ما يجيش ربع اللي عندي. وبنشوف ان اوليفيا بيقلع هدومه والاثنين بيجهزوا للقتال ضد بعض. اوليفيا بيقول له انا سمعت ان ابنك باكي قاتل بيكل، ايه رايك في النتيجه؟ يجرو بيقول له انه شايف ان باكي هو اللي كسب، وده لانه انتصر باستخدام الفنون القتاليه. وبعدها بنشوف ان اوليفيا بيشد عضلاته المجنونه ولسه هيهاجم يجرو. بس انت بتعمل ايه؟ يجرو حرفيا بيديله واحده بيلزقه في رف المكتبه، بس اوليفيا ما بيحرمش وبيبدا في مهاجمه يجرو من تاني، وبيتحول القتال لمعركه اشتباك بالايدي، وحرفيا بيضغط يجرو على صوابعه لدرجه انه بيخترق قفاز الملاكمه، وما بيقدرش اوليفيا انه يستحمل الضغط ده وبينزل على الارض. وقتها بيعلن استسلامه وبيقول له خلاص انت اللي فزت. وبعدها بنروح للعجوز توكوجاوا بنشوف ان في شخص بيرقع قدامه وبيطلب منه المساعده، وبيطلع ان الشخص ده يبقى رئيس وزراء اليابان. العجوز توكوجاوا بيقول له عايز كام كيلو عشان مشكلتك تتحل. التاني مش بيكون فاهم قصده. العجوز توكوجاوا بيقول له نسيت اقول لك اصل احنا بنقيس الفلوس بالكيلو مش بالعمله، اغنياء غنى فاحش يا صديقي. وبنشوف ان العجوز توكوجاوا بيكون مجهز له 300 كيلو من الفلوس، لكن في المقابل بيطلب منه طلب كده. وبعدها بيرجع رئيس الوزراء للمقر وبنشوفه هو قاعد مع الوزراء وبيكون مستغرب من طلب العجوز، وده لان كل اللي طلبوا منه ان اليابان ما تتدخلش في القتال اللي هيحصل ما بين هانما يجرو وابنه، ولان رئيس الوزراء لسه جديد في المنصب فهو لسه مش عارف اي حاجه. وزير الدفاع بيقول له اصلك ما تعرفش قوه هانما يجرو. رئيس الوزراء بيقول له مهما بلغت قوته اكيد الموضوع يعني هينتهي لما نطلب له الشرطه، ده انت غلبان خالص. وزير الدفاع بيقول له ان من كام سنه رئيس الوزراء تم مهاجمته من قبل هانما يجرو في المقر وكان على وشك انه يقتله. التاني بيقول له طب ازاي قدر يتسلل للمكان؟ بيقول له يا ريته تسلل، ده ما تسللش، ده اتصل بينا قبلها وقال لنا انه جاي، ووقتها جهزنا اكتر من 100 جندي لكنه اخترقهم بسهوله ودخل. ووقتها تم التستر على الحادثه دي من قبل رئيس الوزراء عشان يحافظ على الامن العام. وبنروح بعدها للعقيد واللي بيدرب اقوى الجنود في جميع الفنون القتاليه وبيامرهم انهم يهاجموه بنيه القتل، ولكن ولا واحد فيهم بيعرف وبينزل العقيد فيهم ضرب واحد واحد. وبعدها بنشوف العقيد وهو عمال بيجهز نفسه وبيتجهز بكل انواع الاسلحه والمتفجرات، وبيقول ان المره دي اكيد مش هخيب ظنك يا يجرو يا صاحبي. وبنعرف يا صديقي ان يجرو طلب من العقيد ان لو هو عايز يحافظ على علاقته معاه فلازم في مره كل سنه يحاول يقتله، وانه مش فارق معاه حتى لو استخدم اي نوع من الاسلحه، المهم انه يهدد حياته على الاقل مره كل سنه. وبالفعل بيروح العقيد للمكان اللي هيتقاتلوا فيه وهو كل شغف وحماس، وفي خلال ما هو بيسخن واثق في نفسه بيتفاجئ بيجرو اللي وراه وبيقول له مساء الخير. العقيد وقتها بيتخض وبيرجع لورا، بياخد وضعيه القتال وبيقول له المره دي هتكون غير كل مره. ووقتها حرفيا يجرو بيموت على نفسه من الضحك، وده لان العقيد كل سنه بيقول نفس الكلام وما بيعملش حاجه في الاخر. وبضربه خاطفه من يجرو بيطير له الخوذه اللي هو كان لابسها، وبمجرد ما بتقع الخوذه على الارض بنشوف ان درع العقيد هو كمان بيكون اتفلق لنصين. يجرو بيقول له كنت بتقول ان المره دي مالها بقى، فبيفجر العقيد البارود اللي في ايده وبيستسلم. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف باكي وهو بيحاول يحاكي خيال ابوه هانما يجرو، وبعد طول انتظار بيقدر اخيرا انه يحاكيه، وواحده واحده بيقدر انه يخليه قريب من قوه يجرو. وبالفعل بيبدا القتال ما بينهم، وبسبب قوه القتال فحرفيا بيحصل زلزال في المدينه كلها. ولكن للاسف حتى لو ده كان مجرد خيال يجرو فباكي برضه بيكون خسر منه وبيقع على الارض وهو مهزوم. في اليوم اللي بعده بنشوف يجرو هو قاعد مع العجوز توكوجاوا، وبنتفاجئ ان يجرو بيقول
للعجوز اخبار صحتك عامله ايه. ووقتها حرفيا العجوز بيتجنن، بيقول له انت خرفت ولا ايه؟ بقى هنا يجروا من بين كل الناس يسالنا على صحتي، بقى يجروا لاي حد بيقف في طريقه سواء طفل او راجل بيخلص عليه بيسالنا على صحتي. يجروا بيقول له انت صدقت ولا ايه؟ انا كنت بفتح معاك موضوع مش اكتر. ولكن العجوز مستمر وبيقول بقى الغول بيسالنا على صحتي، انت خلاص سديت نفسي يا يجرو وعكرت لي مزاجي. العجوز توكوجاوا خدها على كرامته قوي ومعرفش هو ليه محموق قوي كده. وفجاه بنشوف ان العجوز توكوجاوا بيبدا يكح دم من بقه وبيغمى عليه. يجرو بيقول له ما انا حذرتك من الاول. وبعدها بياخد بعضه وبيخرج من المكان. الحقيقه يا صديقي ان يجرو بسبب قوته وقوه تركيزه وكمان من كتر القتالات والمعارك اللي خاضها بقى بيقدر يحدد اماكن كل الاعضاء الحيويه من نظره واحده. وكمان بقى بيقدر يعرف اذا كان الشخص اللي قدامه ده مصاب بمرض ولا لا، لدرجه ان حواسه اصبحت ادق من الادوات الطبيه. وهو ده بقى السبب ورا سؤاله عن صحه العجوز، وده لاننا زي ما شفنا اغمى عليه من المرض وهو كان عارف. وبعدها بنروح لحبيبنا ريتسو اللي بنشوف ان هو بيقدم في احدى نوادي الملاكمه، ولكن صاحب النادي لما بيشوف رجله بيكون متردد انه يقبله. ولكن بسبب تصميم ريتسو بيجيب له احد اكياس الملاكمه عشان يختبر قوته، وبيقول له جرب تضربه بكل قوتك كده. ريتسو في عقل باله بيقول بقى عايزني استخدم كل قوتي على الكيس الضعيف ده. ريتسو بيقول له اهم حاجه يكون عندك واحده مكانها. التاني بيضحك عليه وبيتريق وبيقول له يا سيدي لو قدرت تدمره فوقتها انا هبقى مدربك الخصوصي. ريتسو بيقول له تمام خليك قد كلامك. وحرفيا ريتسو بيرزعها لكمه من لكماته وبيفجر الكيس كله بضربه واحده، وبيقف كل الموجودين وقتها وهم مصدومين من قوته الرهيبه. هي دي قوه ملك البحر ريتسو، سجل اشتراكي معاك. وبنروح للعجوز توكوجاوا واللي بيكون في المستشفى بعد اللي حصل، ووقتها بيجي الطبيب شينوجي وبمجرد ما بيبص على الفحوصات بيقول له انت شكلك كده هتطول معانا شويه ومحتاج لراحه. وبنرجع لنادي الملاكمه وبنعرف ان بطل الملاكمه في الشرق الاوسط كله بيكون هناك، واللي بيكون مشهور جدا بانه ما بيخسرش وبينهي كل نزالاته في مده لا تزيد عن 3 دقائق. وبنعرف ان مباراته الجايه هتكون في بطوله العالم. وبعد ما بتنتهي مقابلته مع الصحافه بيروح يتدرب، وفي خلال كده بيلاحظ كيس الملاكمه اللي ريتسو دمره، فبيسال مدرب النادي عن اللي عمل كده. ولما بيعرف اللي حصل بيتصدم، وده لان اكياس الملاكمه بتكون تقيله وقويه ومن الصعب ان اي حد يقدر يدمرها بالشكل ده وبضربه واحده كمان. وبيساله اذا كان الشخص ده موجود هنا ولا لا، فبيقول له مدرب النادي ان هو الشخص اللي واقف قدام الحيطه ده. ولما بيشوف ريتسو وبيشوف عضلاته بيعرف انه قوي وبيطلب من مدرب النادي انه يقاتله، وبيقول له ما تقلقش مش هاذيه قوي يعني. ولما بيروح مدرب النادي يطلب من ريتسو مش بيمانع، بس بيقول له مين ده اللي عايز يقاتلني. ولما بيشوفه بيقول لا ده ما ينفعش، ده مستواه ضعيف قوي ومش هقدر استعمل كل قوتي عليه. وبيزعق وبيقول له لا اي حد الا ده، الموضوع هيكون خطر جدا عليه. وعارفين الموضوع ده بيستفز بطل الشرق الاوسط في الملاكمه لابعد الحدود، وبيقول له انا هوريك في الحلبه. وبالفعل بيدخل ريتسو على الحلبه وبيلبس قفازات الملاكمه، وبنشوف ان ريتسو بياخد وضعيه شبيهه باحد وضعيات الكونغ فو. وبنشوف ان الواد بيهجم، ولكن حرفيا ريتسو في نفس اللحظه بسرعه كبيره جدا بيتفادى ضربته وبيديله ضربه قويه في وشه بتفقد وعيه وبتنيمه على الارض. ما قلت لكم الموضوع هيكون خطر عليه. وبالرغم من محاولاتهم انهم يقوموه لكنه بيكون فقد الوعي تماما. وبعدها بيروح ريتسو يمارس تدريباته من تاني وبيفضل واقف قدام الحيطه، وبسبب كده بيجي المدرب وبيطلب منه انه يمارس تدريبات الملاكمه، مش التدريبات اللي هو بيعملها دي. ولكن ريتسو بيقول له لو تدريباتي مش فعاله امال ازاي بقى قدرت اهزم واحد محترف في الملاكمه؟ لو عايزني امارس تدريباتكم يبقى لازم تجيب لي حد ويهزمني في الملاكمه، ووقتها انا همارس كل التدريبات اللي هتقول لي عليها. المدرب بيسكت وما بيعرفش يرد عليه. ووقتها بيجي الشخص اللي ريتسو هزمه وبيقول له كل كلامك صح، اللي بيفوز هو اللي بيبقى معاه الحق، بس انت اكيد عارف ان بعد كلامك ده فانت كده قلبت كل الملاكمين في العالم اعداء ليك. وبعدها بنروح لكاتسومي اللي بعد خسارته لايده بيكون لسه ما استسلمش، ده كمان بيحاول انه يبتكر اسلوب جديد. وفي خلال ما بيلعب بالكيس بيتفاجئ بباكي اللي وصل لعنده، بالرغم من ان كاتسومي في الدور التاسع والابواب كلها مقفوله. باكي لما بيشوف انه بالرغم من انه فقد ايده لكنه لسه ما استسلمش، لا ده كمان بيحاول يبتكر اسلوب جديد، بيعجب بمدى عزيمته وبيبدا الاثنين يلعبوا بالكيس وكل واحد فيهم بيرميها على الثاني. وفي خلال كده بيسالوا كاتسومي عن امتى بقى هيبدا اعظم قتال في التاريخ واللي الكل مستنيه. باكي بيفاجئه وبيقول له انه اساسا ما عادش بيكره ابوه، لكن بالرغم من كده فهو برضه لسه عايز يقاتله ويهزمه، بس بيقول له ان حتى لو ما فيش اي سبب فهو برضه هيقاتله، وده لانهم اب وابنه. وبركله سريع جدا بيقطع باكي الكيس اللي كانوا بيلعبوا بيه، وبعدها بيروحوا الاثنين يقعدوا مع بعض. وبيعرف من كاتسومي ان ريتسو انضم لنادي الملاكمه وعايز يحترف اللعبه. باكي بيستغرب وبيقول له ليه؟ ما هو حصل على لقب ملك البحر، ليه عايز يبقى ملاكم؟ كاتسومي بيقول له ما هوش عايز يبقى ملاكم ولا حاجه، هو هيخش حلبه الملاكمه لكنه هيستخدم الفنون القتاليه بتاعته والكونغ فو بتاعه وهيقاتل بيهم. باكي بيقول له بس اللعبه مش بالسهوله دي، على الرغم من انها بقالها 150 سنه بس لكنها حرفيا من اصعب الرياضات. كاتسومي بيقول له ان ريتسو عايز يختبر مدى قوته وعشان كده هيستمر في الموضوع ده لحد ما يخسر. باكي وقتها بيستغرب وبيقول على ريتسو انه غبي. وبنرجع تاني لحبيبنا ريتسو واللي بنشوف انه بيستعد لقتال احد الملاكمين من فئه الوزن الثقيل. المدرب بيقول له انا ما كنتش عايز اصعبها عليك بس لازم اوريك اننا كمان جامدين. وبالفعل بيبدا القتال ما بينهم وبيبدا ريتسو في تحليل خصمه واللي بيكون اضخم من ريتسو بكتير، وبالرغم من ضخامته دي لكنه بيكون خفيف الحركه بصوره مش طبيعيه. وبالفعل الواد بيسدد لريتسو لكمه من قوتها بيلزقه في زاويه الحلبه، ولكن بنعرف ان ريتسو هو اللي سابه يضربه، وده عشان يعرف
مدى قوته ويحس باللكمه، ووقتها ريتسو بيعرف ان الواد ده قبضته ضعيفه، وبنشوف ان ريتسو بيقرب منه، ولكن المفاجاه هنا انه بيهاجمه بدماغه فبتتكسر ايد الملاكم، وده لان عظام الجمجمه اقوى بكتير من عظام الايد، وبالرغم من ان ايده اتدمرت لكن ريتسو بيديله لكمه في كتفه وبيكسر له عظمه الكتف هي كمان، وبينهي القتال من الاخر. وبنروح لباكي والعقيد وهم قاعدين مع بعض، وبنشوف ان العقيد بيبقى هيتجنن بسبب كلام باكي، وعمال بيقول له هو انت مستوعب اللي انت بتقوله ده؟ باكي بيقول له شكلك انت كده اللي اتجننت، فيها ايه يعني لما اكون عايز اكل وجبه لذيذه مع ابويا؟ فيها ايه لما اب وابنه يكونوا عايزين ياكلوا مع بعض؟ العقيد بيقول له انت هتعمل نفسك غبي، ما انت عارف ان هانما يجرو وباكي هانما ما ينفعش يتجمعوا على ترابيزه واحده، دي ممكن تقوم فيها حرب بين الدول، تخيل كده انت وهانما يجرو تاكلوا مع بعض. باكي المحشش بيقول له احنا فيها، تعال نتخيل، وبيفضل يقلد ابوه بالظبط، وبيقول يا ريت كمان لو يبقى في بعد الوجبه تحليه، وبيفضل يتخيل النقاش اللي ممكن يحصل ما بينه وبين ابوه لو كانوا اب وابن عاديين، وبيفضل يتريق عليه ويقلد تصرفاته. وبعدها بيقوم ناحيه الشباك وبيقول اشمعنى انا اللي بطبخ الرز كل مره؟ المفروض يجرو هو كمان يتحمل المسؤوليه ويطبخ الرز. وبنروح للعقيد وهو قاعد مع يجرو في احدى المطاعم، ولما بيحكي له العقيد عن اللي باكي قاله يجرو بيبقى هيتجنن وبيتعصب جدا، وبيبقى على وشك انه يكسر المطعم باللي فيه، وبيقول بقى عايزني انا هانما يجرو اطبخ الرز؟ بيخرج من المطعم، وفي خلال ما هو بيتمشى بنعرف ان كل اللي هو مضايقه هو انه لما عرف انه هيطبخ الرز. تبدا الحلقه باننا بنشوف رئيس وزراء اليابان وهو بيستقبل الرئيس الامريكي في المطار، وبعدها بنشوف ان رؤساء الدول الكبرى كلهم بيكونوا متجمعين مع بعض في غرفه واحده عشان يناقشوا قضيه بتهدد الامن العام كله، قضيه اقوى شخص في العالم هانما يجرو، وده بعد ما سمعوا انه هيخوض قتال ضد ابنه هانما باكي. واحد فيهم بيتكلم وبيقول لهم هو مين ده اصلا اللي عنده الجرأه انه يقف في وش الغول هانما يجرو ويتحداه، ما هوش خايف على حياته؟ فبيقول له رئيس فيهم مفيش غير شخص واحد يا سيدي اللي يقدر يعمل كده، ابنه هانما باكي. الواد هو كمان عمل مصايب كتير قبل كده. الرئيس الامريكي بيقول لهم هو مش ده الواد اللي كان قدر انه يخطف الرئيس الامريكي السابق جورج بوش علنا كمان وقدام كل الناس؟ هو وقتها الرئيس الامريكي ما كانش عليه حمايه اي كلام، لا ده كان عليه حراسه مشدده من الدرجه الخامسه. رئيس وزراء اليابان بيقول لهم يعني معنى كده ان الواد هو كمان قوته بتوازي قوه الدوله بحالها. وبعدها بنشوف واحد فيهم واللي بيتكلم بكل سذاجه وبيقول لهم هو مش دول اب وابنه برضه؟ طب ما نسيبهم يا جماعه يعملوا اللي هم عايزينه، ما نسيبهم يحلوا مشاكلهم براحتهم، ولا ايه يا جماعه؟ الرئيس الامريكي بيقول له اقف عندك وما تكملش، وبيطلع له ازازه كده وبيكون فيها غبار فحم، بيقول لهم شايفين الغبار ده؟ انا كنت طلبت من هانما يجرو يعمله لي وهو نفذ الاوامر فورا، وده طبيعي جدا، انا برضه رئيس الولايات المتحده وما يقدرش يرفض لي طلب. ولسه بيكمل كلامه بيلاقي يجرو في وشه وبيقول له مش عايزنا ننفذ لك اي اوامر تانية بالمره، وحرفيا الرئيس كده شكله هيتنفخ بعد كلامه ده. يجرو حرفيا بيبقى ضرب الحراس اللي بره واخترق الدفاعات الامنيه وخلص على كل الحراس اللي جوه بكل سهوله، وده لان يجرو مش بيتسلل، يجرو بيخش من الباب الامامي. ونرجع لغرفه الاجتماع، يجرو بيقول له كنت بتقول ايه بقى؟ طلبت من هانما يجرو وهو نفذ الاوامر فورا؟ لا يا راجل. بياخد منه الازازه وبيقول له مد ايدك يالا، وبنشوف انه بيبدا يضغط عليها بقوه كبيره جدا لدرجه ان شويه من الفحم دول حرفيا بيكونوا اتحولوا لالماس، لان زي ما احنا عارفين الكربون لما بيتعرض لضغط رهيب جدا بيتحول لالماس. هي دي قوه اقوى رجل في العالم. بيبدا يرسم على ايده صليب وبيقول له سمعهم القسم اللي انت كنت اقسمت بيه ليا. فبيقول له القسم كان بيقول ان امريكا بتتعهد على انها هتكون على علاقه وديه مع هانما يجرو ومش هتتدخل في شؤون حياته. يجرو بيتعصب وبيقول له اقف هنا، وما دام كده ايه دخلكم انتوا في الخناقه اللي بيني وبين ابني؟ دي مشاكل عائليه ومحدش فيكم ليه راي فيها. وفي اللحظه دي بنشوف ان الرئيس الامريكي بيقول له مع احترامي بس مشاكل عائليه ايه اللي بتتكلم عليها؟ علاقتك مع ابنك مختلفه، الخناقه اللي بينكم اقرب لحرب بين الدول، عشان كده احنا لازم نتدخل ونحمي الناس. يجرو بيضحك وبيقول له اول مره تقول حاجه صح، انا هعديها لك المره دي، بس عارف لو شفتك مره تانية ولو حتى صدفه او حتى سمعت انكم اتدخلتم في حياتي الشخصيه تاني فوقتها ده هيكون اخر يوم في عمركم. وبياخد بعضه وبيمشي. يجرو يا جماعه ما بيفرقش معاه رؤساء دول او غيره، حرفيا اللي هو عايزه بيعمله. وبعدها بنروح للمطار وبنشوف ان اكبر منظم لمباريات الملاكمه واللي بيدعى كيزر وصل على اليابان، ولما الصحافه بتساله عن السبب بيقول لهم انه جاي في خناقه. وبعدها بنروح لنادي الملاكمه اللي فيه ريتسو، وبنشوف ان رئيس النادي بيكون متضايق من تصرفات ريتسو، وده لانه رافض انه يمارس تدريبات الملاكمه الا لما حد يهزمه فيها، وبيقول له المدرب اننا حاولنا والله نخسره، بس المشكله ان مفيش حد في النادي كله واليابان كمان عارف يقف قصاده. وفي نفس الوقت بنتفاجئ بالمنظم الشهير كيزر واللي بيدخل على النادي وسط صدمه كل الموجودين، بيقف جنب ريتسو وبيقول له انت بقى اللي هزمت بطل الملاكمه في الشرق الاوسط؟ بصراحه لما حكولي ما كنتش مصدق، بس بعد ما جيت وشفت فدي اول مره في حياتي اشوف عضلات ظهر بالضخامه دي كلها. لقبك ريتسو ملك البحر مش كده؟ عايز اتكلم معاك شويه. ولكن في نفس الوقت بنشوف ان ريتسو بيزعق فيه وبيقول له اخرس يالا ولا كلمه، لو هتعطل التدريب فاطلع بره حالا. وبالفعل بنشوف ان كيزر بيتاسف له وبيطلب منه طلب على الاقل وهو انه يوريه جزء من قوته، وبالفعل بيروح ريتسو يجيب قفاز من قفازات الملاكمه وبيلبسه بس في ايد واحده. وبعدها بنشوف انه بينفذ لكمه خياليه من قوتها وسرعتها، ايده حرفيا بتكون اخترقت قفاز الملاكمه ودمرته كمان وسط صدمه كل الموجودين. وعلى عكس كل ده بنشوف ان حبيبنا ريتسو بيكون نازل جلد في نفسه وبيفضل يقول بقى انا بدل ما اختار اقوى قفاز هنا اخترت قفاز ضعيف وقديم، وبيفضل يقول على نفسه انه جبان وانه كان يقدر يعمل حركه احسن من دي وانه ما يستاهلش انه يبقى ملاكم. يخرب بيت اخلاقك يا عم
ريتسو، ولكن في نفس اللحظه بنشوف ان كل الموجودين بيكونوا مصدومين وفي نفس الوقت متعصبين من تصرف ريتسو. كيزر بيقول له تمام بقى هو ده ردك على طلبي؟ قفازات الملاكمه يا صديقي تعتبر رمز لرياضه الملاكمه، وحبيبنا ريتسو بقى دمره عن طريق لكمه كونغ فو. كيزر بيمسك القفاز وبيقول ده معناه حاجه واحده، ده اعلان الحرب. الملاكمه اللي بدات من 150 سنه اتدمرت دلوقتي على ايد الكونغ فو اللي بدا من 4000 سنه. ريتسو لسه بيحاول يقول له انه ما كانش يقصد كل الهبل ده وانه ما جاش في باله اي حركه غير دي وخلاص، ولكن كيزر مش بيديله فرصه وبيقول له الكلام انتهى، لو انت فاكر ان الملاكمه هتسكت لك تبقى غلطان، في ملاكمين كتير في العالم ده يقدروا يدمروه. وقتها ريتسو بيتحمس لانه محارب وبيقرر يسايره. ريتسو كان بقاله فتره مهاراته القتاليه ثابته وما بتتطورش، بس كل ده اتغير لما قابل كيزر. كيزر بيقول له من هنا ورايح سيب الباقي عليا، ال 150 سنه بتوع الملاكمه ولا ال 4000 سنه للكونغ فو، العالم كله هيشهد على الحرب الضاريه دي. وبالفعل بيروح ريتسو معاه لمنبع رياضه الملاكمه الولايات المتحده، وبياخد معاه مدرب النادي معرفش ليه، وبنروح لابننا باكي وهو بيمارس تدريباته. وبعد ما بيخلص بيحضر الفطار وبيقعد ياكل، وفي خلال كده بيبدا انه يتخيل ابوه هان ما يجرو وهو قاعد معاه الاكل، وبيبدا يكلمه كمان. الواد عنده 18 سنه وعمره ما حس بمشاعر الابوه، وبعدها بيلبس هدومه وبيجهز عشان يروح المدرسه. وقتها بيقابل كوزيو اللي بتكون سمعته وهو بيتكلم مع حد، وبدات انها تقلق على صحته العقليه. وبعد المدرسه بنشوف باكي وهو بيحاول انه يتقن حركه جديده عشان يستعملها ضد يجرو. في خلال كده بتقع عينيه على صرصار عادي معفن، ولكن باكي بيحن له راسه وبيقول له منور المكان يا معلمي، لسه ما قدرتش اوصل لمستواك. بقى هو ده معلمك يا باكي؟ الصرصار في الاساس من الكائنات النادره اللي بتقدر انها تتحرك من السكون للسرعه القصوى ليها في نفس الوقت، مش زي باقي الكائنات اللي بتحتاج بعض الثواني عشان توصل لسرعتها القصوى. وعايزك تعرف بقى ان لو كان الصرصار في حجم الانسان فكان وقتها هيقدر انه يتحرك بسرعه تعادل قطار كهربائي خارق، وده معناه ان الانسان لو حاول انه يتحرك بنفس السرعه دي فوقتها عضلاته مش هتقدر تستحمل الضغط ده وهيموت من دون نقاش. لكن اشمعنى الصرصار بقى بيقدر يعمل كده؟ ده اللي باكي عرفه بعد ما شاف صرصار ميت قبل كده، وعلى عكسنا كلنا اللي لو شفنا صرصار ميت هنتقرف، لا باكي بقى فضل مركز في جسمه وعرف وقتها انه ما عندوش عضلات وانما جسمه كله عباره عن سوائل. وفي الوقت ده بنشوف ان باكي العبقري بيبدا انه يسترخي ويتخيل ان جسمه كله عباره عن سوائل، ووقتها بينجح اخيرا في تنفيذ حركته الجديده وبيقدر انه يتحرك بسرعه خارقه توازي نفس سرعه الصرصار. وبنروح للاس فيجاس في امريكا عند ريتسو، واللي بيبقى مش عاجبه منظرها، وده لان كل حاجه فيها من الواضح انها مزيفه وللمنظره مش اكتر، وهي دي بقى امريكا يا صديقي. وبعدها بنشوفهم في قاعه حلبات الملاكمه اللي تحت الارض وهم بيشاهدوا المباراه. بنعرف ان الشخص ده يبقى بطل العالم سابقا في الملاكمه واسمه يبقى فاليف، طوله 240 سم ووزنه 150 كيلو، حاجه كده دبابه بشريه. وبعد ما بتنتهي المباراه بنشوف ان كيزر بيقتحم الحلبه عليه وبياخد الميكروفون وبيقول لهم ان في واحد بيتحدى الملاكمه والملاكمين كلهم عشان يولع الدنيا. وبالفعل ريتسو ما بيخيبش امله وبيدخل على الحلبه بدخله اسطوريه عشان يجاري كيزر في كلامه. ولما فاليف بيشوف كده بيتعصب وبيقول له ايه اللي بتعمله ده يا كيزر؟ الحلبه دي بتاعتي، لو ما خرجتش دلوقتي بالذوق هشيلك وارميك بره. كيزر بيقول له انت يا فاليف كنت بطل العالم قبل كده، في خلال مبارياتك هنا فزت ب 31 انتصار على الحلبه دي، يعني لسه نجم زي ما انت والكل هنا بيحترمك، ما عدا الراجل ده جاي هنا عشان يهينك ويدوس على الملاكمه كلها. ومن الاخر كيزر بيولع الدنيا. فاليف لما بيشوفه بيقول له بقى انت عايز تفهمني ان ابو جسم صغير ده ورجل مقطوعه هيقدر يهني؟ ريتسو بيفهمه برد ناري وبيقول له في مثل في اليابان بيقول ان كل ما حجم الراجل بقى اضخم كل ما بقت دماغه اصغر، وبينزل فيه تهزيق. وفي نفس الوقت بنشوف ان كيزر بيكون جاهز لهم مجموعه من الحجاره وبيقول لريتسو وريهم قوتك. بالطريقه دي الامريكان هيفهموا الموضوع اسرع. ريتسو بيقول انا كنت فاكرك منظم شاطر وبتفهم يا كيزر، بقى جايب لي شويه حجاره دمرها وناس ان في شخص هنا اقوى واضخم بكتير من الحجاره دي ويستاهل ان افشخه بنفسي. يخرب بيت جمدانك يا عم ريتسو. وفي اللحظه دي بنشوف ان فاليف بضربه واحده حرفيا بيفلق الحجاره النصين وبيقول له ما عنديش مانع ادمرك. ريتسو بيقول له بقى ده اخرك، وبضربه سريعه بيحول الحجاره لحبات رمل صغيره وحرفيا الدنيا بتولع في المدرجات. وبعدها بيعملوا لقاء صحفي، ولما الصحافه بتسال ريتسو عن تاريخه والمباريات اللي خاضها بيقول لهم ان كل المباريات اللي خاضها كانت عباره عن قتالات غير رسميه، قتالات شوارع من الاخر. بيقولوا له طب والقواعد؟ بيقول لهم قواعد ايه؟ ما كانش في قواعد، كنا بنقاتل على حياتنا لاثبات من فينا الاقوى. ولما بيسالوه عن رجله بيقول لهم خسرتها في قتال ضد صديق. هي دي نوعيه القتالات اللي عشت طول حياتي امارسها، الهدف منها كان تحديد من فينا الاقوى مش اكتر. وبعدها بنشوف ريتسو مدرب النادي وهم مع بعض، ويبقى مدرب النادي متعصب جدا من ريتسو وبيقول له بقى فاكر ان في اول مباراه ليك هتقدر تهزم بطل العالم؟ فاكر نفسك مين؟ انت بتستخف بالملاكمه يا ريتسو، فاكر نفسك بقيت بطل العالم خلاص؟ المدرب بيقوم له وبيقول له بما انك جامد كده فورينا هتقدر تعمل ايه، وحرفيا بيسددوا اللكمه بسرعه خارقه لدرجه انها بتخلي ريتسو ينزف. المدرب بيقول له بقى مش قادر تصد ضربه ملاكم، اعتزل الملاكمه من 10 سنين وفاكر نفسك هتقدر على فاليف؟ لو فاليف كان مكاني كان زمانك ميت، انسحب من المباراه احسن، على الاقل هتبقى اظهرت بعض الاحترام لبطل العالم السابق. انا زهقت من المكان ده، انا راجع بلدي. ولكن حرفيا يا صديقي المدرب لسه بيبص على ايده بيلاقيها مخلوعه من مكانها. لسه بيقول له سامحني خلعت ايدك من غير ما اقصد، انا كنت عايز اسيبك تضربني وده لاني جرحت مشاعرك من غير ما اخد بالي، واللكمه دي كانت عقابي. لكن صدقني انا مش بقلل من احترام الملاكمه وانما بحب فنون القتاليه وعايز اثبت لهم قوتها. فبيتاسف له المدرب. وفي اليوم اللي بعده بيتوجه
ريتسو للحلبة وسط صراخ وحماس الجماهير المتشوقين للقتال، وبنشوف ان ريتسو بيكون متفاجئ بكل ده، وده لان من الواضح ان الكل بيمثل هنا، حتى خصمه فاليف من الواضح انه عامل نفسه متعصب، والموضوع كله عباره عن تمثيليه من اجل المال مش اكتر. وبيبدا الاثنين في الاستعداد للقتال، وبيقول فاليف لريتسو ان وقت التمثيل خلص، دلوقتي اجى وقت الجد، جهز نفسك عشان مش هتساهل معاك. وبالفعل بيبدا القتال ما بينهم. فاليف بمجرد ما بيرن الجرس بنشوف انه بيبدا يتحرك في الحلبه، حركته بتكون سريعه جدا ورشيقه على الرغم من حجمه. الواد وزنه اكتر من 150 كيلو، ازاي قادر يكون بالخفه والرشاقه دي كلها؟ ريتسو لما بيشوف كده بيروح فجاه يقف في زاويه الحلبه. زاويه الحلبه صديقه بالنسبه للملاكم هي حرفيا اسوأ مكان ممكن تقف فيه. يا ترى يا ريتسو انت بتخطط لايه؟ الحكم لما بيشوف كده بيقول له انت بتعمل ايه؟ لحقت تستسلم؟ اقف وقاتل. ريتسو بيقول له امال انت شايف ايه؟ شايفني قاعد؟ ده غير ان انا اصلا مش ناوي اقاتل فاليف ومش هضربه ولا اسيبه يضربني. الحكم بيقول له يعني ايه؟ هتستسلم من غير ما تسدد له حتى لكمه؟ ريتسو بيقول له لا انت فهمت غلط، انا هفوز عليه بس من غير ما اسدد ولا لكمه. فاليف في الوقت ده كان سعيد، وده لانه بقى متاكد من فوزه بالقتال ده مليون في المية. وفي الوقت ده بينقض على ريتسو بلكمه سريعه جدا، ولكن ريتسو بيختفي من قدامه فجاه وبيحط ايديه على عين فاليف عشان يعميه. فاليف بيحاول يهاجمه بس ريتسو بيعميه تاني، بيبعده وفجاه ريتسو بيختفي من قدامه، لكن كان واقف جنبه بيحط ايده على وشه وبيسدد له لكمه بالرغم من ان مفيش مسافه بين القفازات ووشه، لكن اللكمه دي بتدمر فاليف حرفيا وبتخليه يغمى عليه في ثواني. وبينتصر ملك البحر ريتسو بالقتال. ولما بتساله الصحافه عن اللكمه دي بيقول لهم انها تدعى لكمه الصفر سنتي او القفاز الساكن. بيقولوا له يعني انت كنت عارف انك هتنفذها من الاول؟ بيقول لهم لا انا كنت متاكد ان ده اللي هيحصل، انا ببساطه كده وضحت لكم مدى سيطره الكونغ فو مش اكتر. الملاكمه بتاعتكم دي مش اكتر من مجرد تقليد ضعيف للكونغ فو، وطول ما انا في الحلبه همتعكم بالمهارات اللي فضلت تتورث على مدار 4000 سنه. وبسبب تصريحه ده بتنتشر اخبار ريتسو في الجرايد كالرجل اللي فاز على بطل العالم السابق في اول مباراه ليه، وبقى اشهر راجل صيني في الولايات المتحده. بيروح بعدها الكيزر وبيقول له دي الفلوس اللي وعدتك بيها، زي ما اتفقنا 2 مليون دولار كمكافاه على فوزك الساحق، تقدر تاخدها ومجهز لك شنطه كمان. ريتسو بيقول له تمام، بس ايه معنى اللي انا شايفه ده؟ ليه رجليك الحقيره والقذره محطوطه جنب فلوسي وبركله خاطفه بيطيروا النضاره اللي هو لابسها؟ وبيقول له اسمع بقى، انت مش هتقول لي خد الفلوس، انت هتحطها لي في الشنطه وانت اللي هتديها لي كمان، ولو ما عملتش كده فكسر لك رجليك الوقحه دي. وبالفعل بيقوم كايزر يحط له الفلوس زي الشاطر بعد ما ريتسو علمه الادب وبيديله الشنطه. وفي نفس الاثناء بنروح لبطلنا باكي، واللي في خلال تحضيره لكوبايه قهوه بيبدا يحس ان زي ما تكون هاله والده هانما يوجيرو بتقرب على المكان. باكي بيكون متوتر جدا، وده لان يوجيرو ما جاش على المكان ده ولا مره. في خلال كده بيبدا في تحضير كوبايه قهوه كمان وهو حاسس باقتراب يوجيرو، وسط احساسه بالتوتر وحرفيا على اعصابه بيتفاجئ بيوجيرو اللي بالفعل وصل وقعد كمان. باكي بيعمل نفسه مش متفاجئ وبيقدم له القهوه، بيقول له كنت عارف انك هتيجي عشان كده اعمل كوبايتين. وبنشوف ان يوجيرو مش بيتكلم وبيبدا ان يشربها، بيحطها وبيقول له بقى هي دي العلاقه بين الاب والابن اللي انت كنت عايزها؟ باكي بيقول له يعني تقدر تقول كده. فبيسال يوجيرو اذا كان هو بيخاف منه ولا لا. باكي بيقول له مفيش لحظه عدت من غير ما اكون خايف منك، مش بس مشاعر الخوف لا، وكمان مشاعر الاعجاب والاحترام وحتى الكره كانت عندي. يوجيرو بيشرب القهوه وبيقول له طب ما دام بتكرهني كده ما تعبر لي عن كرهك. باكي بيقول له ما ينفعش، وده لاننا اب وابنه، الموضوع ما ينفعش يمشي كانها مباراه. اللي المفروض يحصل ان في خلال ما احنا عايشين حياتنا العاديه وفي لحظات ما تحصل مشكله ما بيننا بسبب حاجه تافهه وقتها نتخانق مع بعض، هو ده طبيعه القتال اللي المفروض يحصل ما بين اب وابنه. يوجيرو على غير المتوقع بيقول له يمكن يبقى معاك حق المره دي. بقول لك يا باكي يا ابني انت ازاي تجرؤ تقدم لي القهوه التعبانه دي بقى؟ ولكن وقتها بنشوف ان باكي بيركع على الارض وبيقول له سامحني يا ابويا، وحرفيا يوجيرو وقتها بيتصدم. باكي بيقول له انا كنت غلطان عشان قدمت لك قهوه زي دي، وده اول مره ليك تزورني في بيتي، اتمنى تسامحني. باكي بيقول له وبعدين معاك بقى، حتى لو كانت المشكله تافهه بس لازم تكون حقيقيه، وبعدين انت بتكذب، وده لانك شربت القهوه في شفطتين بس، يعني طعمها كان عاجبك كمان. وبعدها بنشوف ان باكي حرفيا بيجن جنونه وبيطلب من يوجيرو انه يعمل له كوبايه قهوه. باكي اتجنن خلاص. وقتها بنشوف ان يوجيرو بتشتغل حالته الشيطانيه، بيمسك الترابيزه وبيبدا يقطعها زي الورقه، وبيقول له الطريقه الوحيده انك تخلي هانما يوجيرو يعمل لك قهوه انك حرفيا تقاتلني وتهزمني وتنزل فيها ضرب لدرجه ان ما يبقاش قدامي خيار غير ان احضرها لك، ولو قدرت تعمل كده فوقتها ممكن تخلي هانما يوجيرو بنفسه يطبخ لك كمان يا سيدي، ابسط يا عم. وبياخد بعضه وبيمشي وسط ذهول باكي وذهولنا كلنا والله. باكي بعدها بيقوم وبينده عليه. يوجيرو بيقول له ايه عايز قهوه ولا ايه؟ باكي هو بيتكلم بالعافيه بيقول له الباب، يبقى اقفله بالراحه. يوجيرو بيضحك وبيقول له معاك حق، بيسلم عليه وبيمشي. يوجيرو هو كمان اتجنن. وبعدها بنروح للعجوز توكوجاوا واللي عرفنا انه مصاب بمرض خطير جدا ومحتاج للعلاج. الطبيب شينوجا بيقول له هي دي اخر فرصه ليك عشان تقرر هل هتخضع للعلاج ولا هتقرر تسيب المرض ينتشر اكتر من كده من غير ما تقاومه. العجوز بيقول له ما انت عارف ان مفيش اختيار، في الحالتين الطريق مسدود بالنسبه لي. وبنروح لباكي وبنشوف ان في شخص بيعترض طريقه واسمه هو تشيهارو. تشيهارو فجاه ومن دون اي مقدمات بيطلب من باكي انه يقاتله. باكي بيقول له ليه؟ تشيهارو بيقول له هو لازم يكون في سبب. فجاه بنشوف انه بيلمس سيجاره وبيهجم على باكي، ولكن باكي بسهوله جدا بيديله ضربه بيريحه على الارض. الواد ما بيستسلمش وبيقوم من تاني وبيقول له هي دي بقى قوه اقوى شاب في العالم. باكي بيقول له ده اخر مره هرد لك فيها الضربه من غير ما اذيك، المره الجايه اللي هتهاجمني فيها هزعلك. فبيتعصب وبيهجم على باكي من تاني، ولكن باكي بسهوله جدا بيديله على عينه وبيهزمه. الواد بيقوم
يوم تالت، بس باكي وقتها بينهال عليه بالضربات في وشه لحد ما بيغمى عليه على الارض. وبنعرف ان هاناياما هو اللي طلب من تشيهارو انه يقاتل باكي، ولما تشيهارو سأله عن السبب قال له عشان انت مناسب لكده. تشيهارو في الاساس عارف انه ضعيف جدا قدام باكي لكنه بينفذ اوامر هاناياما. وبنروح لريتسو وكيزر وهم بيشاهدوا احد المباريات. بيقول له كيزر ده هيبقى خصمك التالي، لقبه يبقى سموكينج او الدخان. راجل عمره ما اتسحب قبل كده من اي مباراه، ولما سمع عن الفلوس اللي بتاخدها انضم للقتال، لكن ما تقلقش ما عندوش اي موهبه وهتفوز عليه بسهوله. وبعدها بيروح ريتسو يقعد مع مدرب النادي وبيحكي له على كلام كيزر. المدرب بيقول له بقى سموكينج اللي مستواه عالي ما عندوش موهبه. ريتسو بيقول له هو فعلا ما عندوش موهبه ولكنه معجب بيه، وده لانه بالرغم من قله موهبته لكنه ما استسلمش وما يأسش وفضل يكافح بكل قوته لحد ما وصل للمستوى اللي هو فيه ده. وفي نفس الوقت بنشوف ان في حد بيخبط عليهم، ولما بيروح المدرب يفتح بيطلع ان اسطوره الملاكمه محمد علي كلاي. ريتسو اول ما بيشوفه بيتخض وبيقول له يا ترى ايه اللي عايزه من الاسطوره الحيه للملاكمه. بعدها بيقعدوا مع بعض وبنشوف ان محمد علي بيطلب من ريتسو انه ينسحب من المباراه الجايه، وده لانه هيخسر. ريتسو بيستغرب وبيقول له ليه بتقول كده. محمد علي بيقول له انت عارف ان لقبه يبقى الدخان مش كده؟ في العاده كل الالقاب اللي الملاكمين بيحصلوا عليها بيكون مبالغ فيها جدا وقوتهم الحقيقيه بتكون اقل بكتير من القابهم، الا الشخص ده لقبه الدخان وهو فعلا زي الدخان، وفي خلال قتالك معاه هيبدا يلف حواليك ومهما كانت براعتك فلازم هتتلقى منه لكمه، وغالبا دي يا سيدي هتكون اقوى لكمه هتاخدها في حياتك كلها. ريتسو وقتها بيقول كلمته الشهيره وهي انا ما عنديش اي مانع. وبعدها بنشوف ريتسو وهو واقف قدام سموكينج وبيستعدوا للمباراه. وفي خلال كده زي ما قال محمد علي ريتسو بيكون مقلق منه جدا، وده بسبب قوه شخصيته واللي موضحها قد ايه هو خصم مش سهل. وبعدها بتبدا المباراه بيقربوا الاثنين من بعض، وبنشوف ان ريتسو بيبدا في تلقي لكمات قويه جدا من سموكينج، وعلى الرغم من انه بيصدها لكنه برضه حاسس بالالم زي ما يكون الواد مركب سكاكين في قفازاته. وفي اللحظه دي بيسدد ريتسو لسموكينج لكمه قويه على وشه، ولكن في نفس الوقت بيسدد له سموكينج لكمه زيها. والمفاجاه ان ريتسو هو اللي بيقع على الارض زي ما قال له محمد علي. ريتسو في خلال ما هو واقع على الارض بيكون حاسس حرفيا ان في حد ماسك دماغه وعمال يرج فيها. والغريب انه في الوقت اللي قاتل فيه باكي ما حسش بكل الالم ده، وحتى الوقت اللي قاتل فيه بيكل ما حسش بكل ده برضه. بيرجع للواقع والحكم كل ده شغال بيعد عليه، لكن ريتسو بيقدر انه يقوم. وفي خلال ما هو بياخد انفاسه بصعوبه بيبدا يدرك ان السبب في قوه الضربات دي هي قفازات الملاكمه. الملاكمين المحترفين من كتر الوقت اللي استخدموا فيه القفازات وصلوا لمستوى انهم يقدروا يحولوا القفازات دي لاسلحه حرفيا. ولكن حتى بعد ما ريتسو عرف كل ده فالاوان فات، وده لان اعراض الارتجاج في الجمجمه بدات تظهر، والوقت حرفيا بقى شايف الدنيا زي الدخان، والدنيا ده يبقى اخر ذوبان حواليه وما بقاش شايف حاجه. وبنروح لبطلنا باكي وتشوف ان تشيهارو بيبقى لسه محرمش ومستني باكي قدام بيته عشان يقاتله. باكي بيقول له يا عم فكك بقى وسيبني في حالي، انت لا عايز تقاتلني قوي كده؟ ما بتزهقش من الخساره ولا انت بتدرب نفسك على الخناقات ولا ايه؟ تشيهارو بيقول له تقدر تعتبره تدريب بس هو تدريب ليك انت، مش يلا بينا نبدا ولا ايه؟ باكي بيقول له يا اسطى احنا ما نعرفش بعض، انت لسه عارفني من شويه، عايز تقاتلني ليه؟ تشيهارو بيقول له من دلوقتي قبضاتنا هي اللي هتتكلم، وبيهجم عليه. بس برضه باكي بيديه واحده بيكفيه على وشه للمره المليون. باكي بيقول له انا مقدر والله انك عايز تساعدني يا اسطى في التدريب، بس انت ضعيف قوي يا راجل، وبيسيبه وبيدخل على البيت. ولكن سرعان ما تشيهارو بيفوق وبيجهز عشان يقاتله تاني. باكي بيقول يا دي النيله وهو ما بيزهقش، بيقوم وبيفضل يقول ان المره دي هيفشخه، وبيروح يلبس الكوتشي ولسه هيخرج بيلاقي اللي مخترق ازاز الباب وبيديله في نص وشه. تشيهارو بعد ما خلص تسخين راح واقف قدام باكي ومستنيه يخرج، ولكن وقتها سمعه وهو جاي، ومن الصوت عرف ان باكي ما لبسش الكوتشي كويس، وده معناه انه مستهين بيه، فعشان كده اتعصب واداله في نص وشه زي ما شفنا. تشيهارو بيدخل له وبعدها بيشيله وبيرميه بره البيت، وبعدها بينزل ضرب فيه وبيديله كام لكمه في وشه. باكي وقتها بيكون سايبه اصلا ومشغول بالتفكير. باكي بقى في قمه الانبهار بسبب الروح القتاليه اللي عند تشيهارو. الواد بالرغم من انه مبتدئ وما عندوش اي تقنيه لكنه حرفيا عنده روح وقوه قتاليه من عالم اخر. وبنرجع لحبيبنا ريتسو اللي العالم بالنسبه له بقى عباره عن سلايم. وقتها بيبدا يفتكر ان دي مش اول مره يحصل معاه كده، وبيرجع للماضي ايام ما كان لسه صغير وبيتدرب. معلمه وقتها اداله نفس الضربه اللي اخدها من سموكينج، وده عشان يعلمه ازاي يتعامل معاها لو حصلت معاه بعدين. المعلم وقتها بيجيب له طبق وبيحط له فيه حاجه شبيهه بالجيلي كده، بيقول له اعتبر ان الجيلي ده هو دماغك وان الطبق ده هو الجمجمه، لو حد خبط الطبق فوقتها الجيلي ده هيتدمر مش كده؟ وقتها ده اللي هيحصل لدماغك. لو في يوم من الايام اخدت لكمه قويه على الجمجمه فوقتها هتحس ان كل حاجه ده يبقى اخر ذوبان. فاللي المفروض تعمله لما يحصل معاك حاجه زي دي هي انك تدور في نفس اتجاه دوران دماغك او الجيل اللي في الطبق، فوقتها الجيل مش هيتدمر وهتقدر تحافظ على دماغك ثابت في مكانه. ونرجع للحاضر، وفي اللحظه دي بنشوف ان ريتسو بيغير وضعيته وبيتخذ وضعيه تانية. سموكينج ما بيسكتلوش وبيبدا يهاجمه تاني، لكن حرفيا ريتسو بيبدا في تفادي الهجمات ببراعه وبيفضل يدور في الحلبه وبيستخدم رجله زي ما يكون نحله كده، وزي ما معلمه اللارا علمه وبيبدا يستعيد السيطره، والصوره عمال بتزداد وضوحا قدامه. ولكن تفتكر دي النهايه يا صديقي؟ سموكينج وقتها بتبدا تظهر شخصيته القويه اللي ما بتخسرش، يخبط قفازاته وبيقول له انا كنت عارف من الاول، كنت عارف من الاول انك موهوب وموهوب جدا كمان. سموكينج بيبدا في التحرك بسرعه كبيره جدا وريتسو مش لاحق يشوفه. سموكينج بيكمل كلامه وبيقول بس ده ما يغيرش حاجه، مهما حصل فانا هفضل الف حواليك والف لحد ما احصرك في النهايه زي الدخان، هو ده كل اللي اعرفه وما اعرفش اعمل غيره. وبنشوف ان سموكينج بينزل ضرب في ريتسو وحرفيا بيفشخه لحد ما بيحاصره في زاويه الحلبه وبيحاصره باللكمات من كل ناحيه، وسط ريتسو اللي خلاص بقى عاجز عن فعل اي حاجه.
هي دي الملاكمه يا ريتسو. شيهارو في الاساس بيكون عارف ان باكي ما تاثرش بكل لكماته، وعارف كمان انه ما يجيش حاجه جنب اقوى شاب في العالم العملاق باكي، ولكنه بيكون رافض الاستسلام بسبب روحه القتاليه، وبيقول ان حتى لو فضل يتضرب مليون مره من باكي فبرضه القتال مش هينتهي غير لما حد فيهم يعترف بخسارته. هي دي نوع المعركه اللي ما بينهم، مين فيهم روحه القتاليه وعزيمته اقوى من التاني. وفي الوقت ده بنشوف ان تشارو بكل قوته بيهجم على باكي بلكمه علويه في فكه، ولكن يا ابني انت بتعمل ايه؟ بقى فاكر ان لكمه عاديه هتاثر في باكي؟ صوابع تشارو بتكون في الاساس اتكسرت زي ما يكون بيضرب في حيطه. باكي وقتها بيديله على وشه وبلكمه على بطنه وركله دائريه في دماغه، بيقعد تشارو على الارض وهو مهزوم. وبعدها باكي بعد ما بيخلص بيروح يرجع الباب اللي اتكسر في مكانه ولا كأن حاجه حصلت، وبيرجع يكمل قرايه من الاول. وبعدها بيجي ميعاد الغدا فبيخرج عشان يجيب حاجه ياكلها، وفي طريق رجوعه بيقابل تشارو تاني. تشارو كالمعتاد لسه هيطلب منه قتاله، لكن حرفيا المره دي بيلاقي ان باكي هو اللي هجم عليه واداله في نص وشه. بيقول له مش طبيعتك انك تتكلم كتير قبل القتال يا تشيهارو، بقول لك ايه رايك لو اوريك الاسلوب اللي انت بتقاتل بيه؟ انا هقاتلك بنفس اسلوبك يا تشيهارو. تشيهارو بيقول له ايه الغباء ده انا لو مكانك اكيد هقاتل باسلوب هنما باكي. فبيقول له باكي اكيد انا كمان عايز استخدم اسلوب القتال بتاعي، بس انا لو عملت كده فمهما هزمتك من مرات القتال عمره ما هينتهي ابدا، وعمرك ما هتستسلم بسبب روحك القتاليه، لكن الموضوع هيكون مختلف لو هزمتك باسلوبك، مش كده ولا ايه؟ تشيهارو بيتعصب وبيقول له هو انت فاكر نفسك هتقدر تقاتل بنفس اسلوبي؟ وبيهجم على باكي، ولكن حرفيا بنشوف ان باكي بدل ما بيتفادى الضربه بيروح ناحيتها بدماغه وبيهاجم الضربه بتاعته. تشيهارو بيتصدم، صابعه اتكسرت. باكي بيقول له هو مش ده اسلوبك برضه ولا ايه؟ اكيد ما كنتش متوقع اني اعرف اعمله، مش كده؟ تشيهارو بيهاجم باكي تاني. اسلوب تشيهارو يا صديقي عباره عن انه مش بيتفادى الضربات، يعني لو في حد وجه له لكمه في وشه فالواد بيستخدم وشه في الهجوم على ايد خصمه. من الاخر الواد بدل ما بيلجأ للدفاع ضد اللكمه، لا ده بيستغل ان خصمه بيهجم عليه وبيحاول نقطه ضعفه واللي هي وشه لنقطه قوه يقدر يستعملها في الهجوم على خصمه. تشيهارو بيقدر يعمل كده لانه عنده روح قتاليه فولاذيه، وده اللي ابننا باكي قدر يعمله هو كمان. تشيهارو بيهجم على باكي بركله دائريه، ولكن باكي بدل ما بيتفاداها بيروح على الضربه بوشه، بيحاول نقطه ضعف ونقطه قوه وبيهجم على رجل تشيهارو، ووقتها حرفيا رجل تشيهارو بتتكسر بسبب قوه دماغ باكي. باكي بيقول له انا كده مقابل الضرر اللي اخدته في دماغي تسببت لك بضرر في ايدك اليمين ورجلك الشمال، انا شايف اننا نوقف لحد هنا عشان ما تخسرش ايدك الثانيه. تشيهارو بيقول له انت قلت لي انك هتوريني الاسلوب بتاعي وعملت نفسك شجاع وما بتخافش. بيفتح صوابعه وبيقول له انا بتحداك انك تحاول تصد ضربتي بعينيك، انا هحاول اخزقلك عينيك واحاول انك تنفذ اسلوب تشيهارو زي ما بتقول. وحرفيا بيجن جنونه، حرفيا يا جماعه دي ما فيهاش هزار، العين لو راحت مستحيل ترجع، وباكي لو حاول يصدها بعينيه فهيبقى اهمل باقي حياته. ولكن باكي المجنون هو كمان بياخد وضعيته وبيقول له بتعرف تنشن؟ عايزك تجيبها في عيني. اللي بتعمله ده يا باكي انت مش عارف ان العين ما ينفعش ترجع؟ تشيهارو بيقول له ما تقلقش ما هيش اول مره. ولكن باكي بيكتشف كذبته وبيعرف ان تشيهارو عمره ما عمل كده في حياته، وده لان تغذيه العينين مهاره متقدمه في الفنون القتاليه وتشيهارو مبتدئ فيها، ده غير ان خصمك بيفضل يتحرك يمين وشمال، وده بيخلي من الصعب جدا انك تجيب صبعك في عينيه. عشان كده باكي المجنون بيقول له خلينا نغير اللعبه، بدل ما هتحاول انك تخزق لي عينيا لا ده انا اللي هحاول ان ادخل عينيا في صوابعك. ايه رايك بقى؟ كل اللي عليك تعمله انك تمد ايدك لقدام وسيب الباقي عليا، صوابعك اللي هتتكسر ولا عينيا اللي هتتخزق؟ خلينا نشوف. وحرفيا يا صديقي بنشوف ان باكي بيبدا في الاسترخاء من اجل تنفيذ حركته الخارقه اللي اتعلمها في الجزء اللي فات، وبالفعل باكي بسرعه رهيبه جدا بينطلق على تشيهارو وبيدخل عينيه في صوابعه، لدرجه ان تشيهارو بيفضل ثابت في مكانه من الصدمه. تشيهارو في الاساس ما كانش ناوي يخزق عينين باكي، هو كان مخطط ان في اخر لحظه هيعمل قبضه ويضربه بيها، بس باكي ما ادالوش فرصه وهجم عليه. المفاجاه يا صديقي هي ان صوابع تشيهارو هي اللي اتكسرت، الواد باكي مش طبيعي فعلا، قدر انه يكسر صوابع تشيهارو بعينيه اللي عماله تنزل دم. يخرب بيت جنونك يا عم باكي. وبكده يكون تشيهارو خسر اخيرا وفقد ارادته في القتال. وبنروح لحبيبنا ريتسو اللي عمال بيتضرب وبياكل على عينه من سموكينج، ودماغه شغاله تتهز يمين وشمال بسبب اللكمات، هو واقع على الارض والحكم بيعد عليه. بيبدا يفتكر كلام معلمه واللي بيقول له ان الحل الوحيد عشان تقدر توقف الاهتزاز ده انك تهتز انت كمان معاه. وبنرجع للحاضر، ريتسو وقتها بتيجي في باله فكره، بيبدا يركز في صوت دماغه لحد ما بيقدر يحس بيه، وفي نفس اللحظه بيدي لنفسه لكمه عكسيه الاتجاه واللي بتقدر اخيرا انها تثبت له دماغه في مكانه وترجعه لطبيعته. ريتسو بيقوم وخلاص استعاد رؤيته ولسه هيقاتله، ولكن الجرس بيرن وبيعلن عن نهايه الجوله الاولى. وبعد الاستراحه بتبدا الجوله الثانيه، المدرب بيديله نصيحه وهي انه يقاتل بكل قوته. وقتها ريتسو بيتخلص من تكبره وغروره وبيبدا في مهاجمه سموكينج بضربات قويه جدا في فكه لدرجه انها بتطير له اسنانه وبتوقعه على الارض. الحكم بيبدا يعد عليه ولكنه بيقدر يقوم. وفي عالم الملاكمه كده المباراه بقت عباره عن مباراه حياه او موت، بيبداوا في القتال تاني، ولكن ريتسو بيبدا يحط ايده على عين سموكينج بيعميه وبيديله في وشه. سموكينج بيحاول يرد له الضربه ولكن ريتسو بيبدا انه ينط في الحلبه ويهاجم على سموكينج من تاني. ريتسو خلاص بقى قادر على تصدي كل من ضرباته ونازل ضرب فيه وفي فكه على امل اسقاطه. بيستخدم الحبل كدفع وبيطير على سموكينج وبلكمه قويه جدا بيسقطه اخيرا، ولكن سموكينج رافض الاستسلام وبيقوم من تاني. ريتسو خلاص بقى فاكر ان المباراه انتهت وبيهجم على سموكينج بلكمات في مناطقه الحيويه،
ولكن سموكينج بيرفض الاستسلام وبيفاجئ ريتسو بضربه قويه على فكه. ريتسو بيحاول ينط عشان يتفاداها، ولكن سموكينج بيضربه في الهواء وبينهال عليه بالضربات في جميع جسمه. يخرب بيت ارادتك يا جدع، ما تخسر بقى. ريتسو وقتها بيعرف انه ما قدموش حل غير انه يستعمل حركته السريه واللي كان مأجلها القتال اصعب. بيغير شكل قبضته وبيهجم عليه في شفته العلويه، واخيرا وبعد قتال طويل بيقع سموكينج على الارض وبينتهي القتال بانتصار ريتسو. المدرب بيطير عليه من الفرحه، وبنشوف ان سموكينج بيقوم بعدها بسهوله وبيهنئ ريتسو على فوزه والمعركه اللي هو استمتع بيها. الحركه اللي ريتسو استعملها في الاساس ما تعتبرش ملاكمه، وانما هي حركه كونغ فو، فعشان كده بيكون عايز يقول له، لكن بيتفاجئ باللي بيمسكه من ايده وبيهنيه. الشخص ده يبقى بطل العالم الحالي للملاكمه، وشكله كده مش ناويله على خير. وبنروح لتشيهارو وهو قاعد مع هاناياما وبيحكي له على كل حاجه حصلت في خلال قتاله هو وباكي. هاناياما وقتها بيساله وبيقول له اذا كان يقدر يعمل نفس اللي باكي عمله ولا لا، ولكن تشيهارو بيقول له انه اكيد ما يقدرش، وده لان مستحيل حد ممكن يدخل عينيه في صوابع حد عن قصد. فبيضحك هاناياما وبيقول له كده احنا لقينا حاجه حتى انت هتخاف تعملها يا تشيهارو. وبعدها بنشوف يوجيرو وهو قاعد مع العقيد وبيساله العقيد عن امتى بقى هتبدا معركته هو وباكي، ولكن يوجيرو بيقول له ان اللي بينهم مش معركه وانما مجرد خناقه بين اب وابنه. العقيد بيستغرب وبيقول له هو انت ما فهمتش ولا ايه يا يوجيرو؟ باكي عايزك تطبخ له الرز. يوجيرو بيقول له عادي، وايه المشكله؟ ما انا بعرف اطبخ، ده غير ان مفيش اي قاعده بتحدد مين اللي المفروض يطبخ، الاب ولا ابنه. العقيد بيتجنن وبيقول له انا مش مصدق اني بسمع الكلام ده منك، انت شكلك كده يا يوجيرو بقيت. ولسه هيكمل كلامه وبيلاقي يوجيرو بياكله خاطفه قطع له السيجاره وبيقول له انت اكيد ما كنتش ناوي تقول اني بقيت رقيق، مش كده ولا ايه؟ العقيد بيقول له لا رقيق ايه، انا كنت هقول انك بقيت اذكى، انت عبقري يا يوجيرو عبقري. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف باكي وهو قاعد مع العجوز واللي بيقول له ان حاسس ان الخناقه اللي بينه وبين ابوه قربت جدا، فعشان كده بيطلب منه انه يستخدم سلطته ونفوذه ويأمن المكان بمجرد ما الخناقه دي تبدا، ويحمي المواطنين والمدنيين عشان ما حدش فيهم يتاذى. مهما حصل فانا مش هسمح لاي حاجه او اي حد انه يوقف القتال ده انا مستنيه طول عمري. وبنروح ليوجيرو وهو قاعد مع دوبو وبنتفاجئ ان يوجيرو بيقول له انت عارف يا دوبو انا شكلي كده بحب ابن باكي. دوبو بيقول له لا يا راجل، بتحب مين قلت لي؟ فبيقول له ابن باكي، انا بقالي كتير قوي مستني اليوم ده، بقالي زمان بربي في الواد وبكبره لحد ما كبر اخيرا وبقى يقدر يقاتلني. بيشرب السيجاره وبيملي المكان دخان وبيقول له انت عارف انا بقالي فتره كبيره مش بفكر في حاجه غير فيه، الواد على طول مش بيفارق قلبي. دوبو بيقول له كمل وايه كمان؟ بيقول له في حلم كده عمال بيجي لي كتير، في الحلم بفضل اشوف باكي لكني مش بكون قادر المسه. دوبو بيقول له تفتكر الحلم هيتحقق؟ يوجيرو بيقول له بكل غرور اكيد لا، ما عشان كده بيسموها احلام. وبعدها بنشوف باكي هو قاعد مع شيبوكاوا واللي بيطلب منه انه يهرب من قتاله ضد هانما يوجيرو، وده لانه لو عمل كده فما فيش حد هيتكلم، ما الكل عارف مدى قوته. بيهجم عليه فجاه ولكن باكي بيصدها، بيقول له شيبوكاوا شفت انت كمان بقى عندك مهارات كتيره، مش الاحسن انك تحافظ عليها بدل ما تروح وتموت في القتال؟ ولكن باكي بيقول له ان ده مش قتال، كل ابن في العالم ليه الحق انه يعارض ابوه، وكل اب عليه مسؤوليه انه يواجه ده، هي مش حاجه انت بتخطط لها ولا مساله فوز او خساره، وانما حاجه لازم تحصل. وبعدها بنشوف باكي هو شغال بيحضر الاكل، وعشان بيكون حاسس ان يوجيرو جاي فبيحضر اكل لشخصين، وبالفعل بيطلع احساسه صح وبيجي يوجيرو بيقول له اتفضل يا باشا وبيقعدوا الاثنين. وفي نفس الاثناء بنشوف الامن بيكون محاوط البيت عشان لو لا قدر الله الخناقه بدات يحموا الناس. وبنرجع للبيت وبنشوف ان يوجيرو بينحني وبيبدا في الاكل، وقتها باكي بيتفاجئ، وده لانه اول مره يعرف ان يوجيرو بيعمل كده. الواد بيفضل يسال نفسه مليون سؤال بسبب الحركه البسيطه دي، هل هو انحنى عشان نعمه الاكل ولا عشان الجهد اللي اتعمل فيه، ولا معقوله يكون انحنى ليه انا؟ وبيقطع تفكير يوجيرو اللي بيقول له المفروض ما تعملش كده، المفروض ما تاكلش بالعشوائيه دي، لازم تبقى عارف ايه اللي قدامك وعارف انت بتاكل ايه، وبيفضل يعلم فيه ولا اجدعها اب. باكي وقتها اكتشف انه ما يعرفش حاجه عن ابوه هانما يوجيرو. مين كان عارف ان يوجيرو اقوى شخص في العالم بيقدر يمسك عيدان الطعام بالجمال والحلاوه دي كلها، حتى طريقته في الاكل منظمه، من الواضح انه اتقن كل اساليب الاكل. باكي وقتها بيبقى لاول مره في حياته فخور بوالده هانما يوجيرو، ولكن فجاه بنشوف ان باكي بيطلب من يوجيرو انه يغسل الاطباق النهارده، ولكن يوجيرو وقتها بيكمل اكله وبيطنشه، وبعد ما بيخلص بينحني للاكل من تاني، وبكده نكون اتاكدنا انه بينحني في اول الوجبه وفي اخرها. وبعدها بيقوموا من على الاكل، وبيقرر باكي انه يطلب من ابوه مره تانيه انه يغسل الاطباق بس بطريقه غير رسميه. الواد بيبقى متوتر وعلى اعصابه حرفيا، بياخد نفسه بالعافيه وبيقول له بقول لك يابا ما تغسل الاطباق انت النهارده. الواد مش بيكون مصدق ان الكلمه دي طلعت منه اصلا، وبيقول في باله انه مستحيل ده يعدي على خير، اكيد هيفشخني. بيبص وراه فبيلاقي يوجيرو بيقول له احنا هنلعب حجر ورقه مقص، ولو فزت عليا فوقتها هغسل الاطباق يا عم. بيلعبوا وباكي بيلعب حجر ويوجيرو مقص، والصدمه ان باكي كده فاز. باكي بيكون في قمه السعاده، وده لانه هيكون اول شخص في العالم يشاهد يوجيرو وهو بيغسل الاطباق. ولكن بنتفاجئ ان يوجيرو بيضحك وبيبدا يضغط على الحجر بتاع باكي بالمقص بتاعه لحد ما بيفشخه، وبيقول له شفت اهو انا اللي فزت اهو، افتكر يا ابني في مقصات كتير في العالم ده تقدر تفوز على الحجر. يوجيرو يا محنك وبياخد بعضه وبيمشي، وفي طريقه بيقابل الحراس فبيضرب واحد فيهم عشان يعني يسيب التاتش بتاعه في المكان. في خلال ما باكي شغال يغسل الاطباق بنعرف ان يوجيرو بيكون عزمه على الاكل وطلب منه انه يفضي نفسه بكره ويلبس حاجه كويسه. في اليوم اللي بعده بيروح باكي على المكان وبنعرف انه عزمه في افخم مطعم في طوكيو، وابننا باكي الغلبان رايح بتيشيرت وبنطلون معفنين. بيستقبله مدير المطعم بنفسه وبنعرف انه حاجز له اوضه لوحدهم هو ويوجيرو، وحرفيا يا صديقي ثمن الوجبه في المطعم ده لازم تبقى كليتك عشان تدفع ثمنها. بيدخل على الاوضه وبنعرف ان
حتى الحيطه بتكون مصنعه من الزجاجه عشان تاكل يبقى قدامك المنظر من فوق. بيقول له باكي هو يجرو متعود يجي هنا، فبيقول له انه دايما بيجي هنا وفي الغالب هو بيفضل لحم الطيور والغزلان البريه. في الوقت ده بيدخل يجرو على المكان ولا حرفيا كده لابس بدله واخر شياكه، وبيقول له دي معلومات شخصيه. المدير بيتاسف له وبيقول له انه ما كانش يقصد حاجه وانما سمع ان ده ابنه كده. وفي الوقت ده بيبدا يجرو في تهزيء باكي وبيقول له لما تبقى رايح تاكل في مطعم فخم زي ده فلازم تروح وانت لابس بدله، ازاي عندك 18 سنه وما تعرفش حاجه زي دي؟ باكي بيقول له ما انت عارف مفيش حد كان موجود عشان يعلمني اداب السلوك او اداب الطعام او حتى اداب اللبس، كل اللي انت علمتهولي ازاي ابقى قوي، وانا يا عم سمعت الكلام وبقيت قوي. يجرو بيبقى متعصب من كلامه لكنه بيهدى وبيقول له اتفضل اقعد. بيقعدوا الاثنين ووقتها بيبدا يجرو في تعليمه اداب الطعام، وفي خلال كده بيخدم عليهم مدير المطعم بيطلب له اكل وبعدها بيعلمه ازاي يمسك الشوكه والسكينه وازاي ياكل وازاي يشرب وازاي بعد ما يخلص يحطهم. باكي بيفضل ياكل ويجرب، كانت كلها وجبات لذيذه وعمره ما سمع عنها في حياته، وحرفيا كان احلى عشاء في حياه باكي. الواد كان فخور بوالده اللي كان معتاد على الاماكن الراقيه والفخمه وبيعرف ازاي يتعامل باسلوب راقي. العشاء فضل ماشي بكل هدوء وسلاسه لحد ما قطع الهدوء ده سؤال باكي، واللي فجاه بيسال يجرو عن السبب اللي خلاه يقتل امه. يجرو بيقول له ليه عايز تعرف؟ فبيقول له فين الغريب في اني ابقى عايز اعرف ليه ابويا قتل امي، قول لي ليه قتلتها. يجرو وقتها بيتعصب، مش عيل زيك اللي هيسالني عن تصرفاته، ولكن باكي بيستمر في استفزازه وبيقول له انا ابنها ومن حق اعرف. يجرو وقتها بيتعصب جامد وبيكسر الترابيزه. باكي وقتها بيقول له ايه اللي المفروض اعمله عشان تقول لي؟ مدير المطعم وقتها بيدخل عليهم بيلاقي باكي ماسكه من الجاكيته وبيقول له لو عملت كده هتقول لي؟ بيتنقله الجاكيته وبيقول له طب ولو عملت كده؟ هو وقتها حرفيا بيبدا كل المبنى في الاهتزاز بسبب الصدام اللي بين عيله هانما زي ما يكون في زلزال في المدينه. ووقتها مدير المطعم بيكون شايف حاجه ماهوش مصدقها، المبنى كله عمال بيهتز عدا الشخصين دول هم اللي كانوا ثابتين في مكانهم. ووقتها يجرو بيدي خبطه للمبنى بيثبته في مكانه وبيطار الواد باكي على الكرسي بيقعده مكانه. يجرو بيقول له حتى لو انت وقح بس ده مش عذر يخليك تحط ايدك عليا. باكي بيقول له يا عم الموضوع مش مهم، فيها ايه يعني؟ يجرو بيقول له انا سمعت انك بتقول على المباراه اللي بينا انها خناقه بين اب وابنه، انت معاك حق. وقتها هاله يجرو الشيطانيه بتظهر بيأمره وبيقول لباكي انتباه يلا. وقتها باكي لا اراديا بياخد وضعيه الانتباه من نفسه وبعدها يجرو بيجري عليه وبيديله ضربه بيطيره بره المبنى كله، ولكن من حسن حظ باكي انه قدر يمسك في الشباك في اللحظه الاخيره. بينزل وبيبدا ياخد انفاسه بصعوبه، بيقول له انت كنت هتموتني. باكي اساسا بيكون واقف بالعافيه، الواد حرفيا مرعوب بعد الضربه اللي اخدها، وده لانه بقى عارف الفرق الكبير اللي بينه وبين هانما يجرو وهيموت ويهرب من القتال ده. يجرو بعدها بيقرب عليه بيمسك ايده وبيقول له دي مش غلطتك، دي غلطه الايد دي هي اللي اتجرأت ولمست ابوك عشان كده لازم تتعاقب. ولسه هيقطعها له وباكي بيسحبها بسرعه. يجرو بيتعصب عليه بيديله ركله بيطيره وبيكسر الجدار عليه، بيقول له ازاي تسحب ايدك؟ انت شكلك كده مش ندمان على اللي انت عملته. بيدخل على الاوضه اللي ما بقتش اوضه بيتاسف للناس لانه قطع اكلهم وبيقول لهم ان زي ما انتم شايفين في ظرف عائلي وانا بربي ابني دلوقتي بعاقبه على حاجه هو عملها. باكي بيجري عليه ولسه يضربه ولكن يجرو بيمسكه من وشه، انا بعلمه الادب بس. بيفضل يمشي بيه لحد ما بيوصل لعند الشباك بيكسر الازاز وحرفيا بينط هو باكي من الارتفاع ده. باكي بيقول له انت بتعمل ايه يا ابن المجنونه؟ كده انا وانت هنموت، انت عايز تنتحر ولا ايه؟ يجرو بيقول له استعد للهبوط وحرفيا الاثنين بينزلوا على العربيه بيدمروها. يجرو بيقوم بعدها ولا اي حاجه وما زال ماسك باكي من وشه، بيقول لهم على الرغم من ان العربيات دي ملهاش اي لازمه لكنها مخدات كويسه وتنفع في الاوقات اللي زي دي. بيرمي باكي على الارض وبيقول له اكلنا وشربنا وحلينا كمان، ايه جوات القتال؟ قوم يلا انا عارف انك لسه عايش. باكي بيقول له انا مش قادر اقوم، تعالى ساعدني. يجرو بيتضايق بس بيروح وبيمد له ايده عشان يقومه، وفي اللحظه دي باكي الخنزير بهجوم مضاد بيدي ليجرو بالقلم على وشه. دنيا ملهاش امان حرفيا، بقى هو كان طيب معاك تقوم تضربه، ولكن وقتها باكي اصلا بيكون حاسس انه بيضرب في جبل عدى عليه سنين طويله ومهما كانت الظروف اللي بتمر عليه ما بيتحركش من مكانه. يجرو بيقول له يا كلب يا وقح وبيديله القلم الحقيقي بيخليه يسافر حرفيا وبيطيره لعند مول. الشرطه بتحاول توقفه لكن بمجرد ما بيقرب بيطلعوا يجروا بيخترقوا الازاز، وبنعرف ان اللي معصب يجرو كده مش ان باكي غدره، لا ده عشان باكي ما ضربوش في منطقه حيويه. بيروح لعنده وبيقول له هتدفع ثمن تساهلك مع هانما يجرو. بيشده من خده جامد وبيقول له هو انت فاكر انك عندك الحق تتساهل مع هانما يجرو؟ بيرميه وبيقول له جاوبني يلا. باكي وقتها بيصرخ فيه بيقول له الحركه دي بتوجع يا عم انت. يجرو بيضحك وبيقول له شكل الليله دي هتبقى طويله. باكي في الاساس مش معتبر دي معركه زي ما قلنا، دي خناقه بين اب وابنه، فعشان كده مش من المنطقي يعني ان ابني يهاجم ابوه في منطقه حيويه وكده. بيقلع عربات الكوتشي وبيرميها على يجرو ومعاه بيهجم عليه. يجرو بيتفاداه وبيصدها، باكي بيحاول يلف ويضربه بس يجرو بيقرب منه وبيديله واحده على دماغه بتريح الجمجمه وبتفقده الوعي، ووقتها يجرو بيديله ركله بيطيره على السلالم. وفي نفس الاثناء بنشوف رئيس وزراء اليابان وهو بيستدعي الجيش وبيخلي المكان زي ما طلب منه العجوز توكوجاوا. وبنرجع لباكي ويجرو بيقول له انت غبي بس جسمك بيتعافى بسرعه، الحركه اللي هعملها لك دي ضررها قليل لكنها بتسبب الم رهيب. فاكرين الحركه دي؟ ده هي نفسها الحركه اللي باكي استخدمها ضد بيكل، ضربه الصوت. يجرو جسمه بيبدا يتمايل ولسه باكي هيهاجمه بيديله واحده على ظهره بيخليه يصرخ ويتلوى من الالم. يجرو ما بيكتفيش بكده وبيديله واحده كمان بتخلي الواد حرفيا يتنطط في مكانه. باكي صوته وصل لجميع انحاء طوكيو من شده صراخه. باكي وقتها بيقول له هخليك تدوق من نفس الكاس، بيستعمل نفس الحركه على يجرو
بتجري في نص جسمه، مش هتقدر تستحمل الالم ده، يلا حس بيها زي ما انا حسيت. بس تفتكر ان هانما يجرو يا صديقي هيصرخ من الالم؟ الواد بيشد كل عضلات جسمه وعروقه مره واحده، بيعض على اسنانه عشان يمنع وصول الالم للدماغ. مش سهل برضه يجرو، على قد ما هو قوي على قد ما هو ذكي. باكي بيبقى مصدوم ومش مصدق انه محسش بحاجه. يجرو بعدها بيرجع لحالته الطبيعيه وبيقول له برضه مصمم انك مش هتهاجم اعضائي الحيويه؟ انا عارف انك غبي بس اكيد انت عارف ان لو انت ما عملتش كده فمش هتقدر تهز شعره مني. يجرو وقتها بياخد وضعيته وبيقول له هاجمني زي ما تكون بتنتقم لابوك وامك. في نفس الاثناء بنشوف افراد الجيش وهم نازلين من المروحيات، وبنرجع للقتال بتاعنا وبنشوف ان ابننا باكي اخيرا هو كمان اتخذ وضعيته القتاليه. يجرو بيقول له هو ده اللي انا عايزه، هاجمني يلا بكل اللي عندك. وفي نفس اللحظه بنشوف العجوز توكوجاوا واللي وصل على المكان وبيقول لباكي انهم انتهوا من اخلاء المكان بالكامل وكل المواطنين بامان. عايزك تستعمل كل قوتك يا باكي، عايزك تدمر لي الغول وتدمر لي المبنى ده كمان من اوله لاخره. باكي وقتها بيهجم عليه، ولكن في نفس اللحظه يجرو بيديله واحده بيلزقه في الحيطه. يجرو بيقول له اللي انت بتعمله ده مش كويس، المره دي انا ما رضيتش اهاجم بكل قوتي، بس صدقني مش هيكون في مره تانية. الحقيقه يا صديقي ان باكي بيكون بيكذب كل ده وما استعملش كل قوته في الهجمه، فعشان كده يجرو هو كمان كبح قوته واكتفى بانه يلزقه في الحيطه. يجرو بيبقى زهق وبيقول له ما يلا بقى يا باكي، هنفضل نمثل على بعض لحد امتى؟ عايزين نتقاتل بجد بقى، وري ابوك مهاراتك الحقيقيه. باكي بيتحمس وبيقول ما عدتش هقدر اخدعه اكتر من كده، انا كده مضطر اوريه القوه الحقيقيه اللي جوايا. ومن هنا بقى هيبدا القتال اللي بجد. وبالفعل بنشوف ان باكي بيبدا في الاسترخاء وبيحول كل عضلاته ومفاصله لسائل وسط حماس يجرو اللي بيعرف الحركه اللي هو ناوي يعملها. ولما باكي بيشوف كده بيتفاجئ، بس يجرو بيطلب منه انه ما يبطلش ويستمر في تنفيذ حركته. وقتها بنشوف ان باكي بيستمر في الاسترخاء وحتى السائل نفسه بيحوله لبخار. وفي اللحظه دي بينقض على يجرو بسرعه من عالم اخر بتعادل سرعه القطار وكمان بتتخطى حتى سرعه الصرصار، وبيندفع على يجرو بيطيره حرفيا وبيكسر عليه الازاز. يجرو وقتها بيبتسم وبينزل رجله عشان يوقف الضربه، ولكن باكي بيفضل قافش فيه وبيستمر في الاندفاع على يجرو وبيكسر عليه الازاز. وبيلاحظ يجرو اللي بيتم دفعه ان باكي كل ده عمال بيدوس على الازاز وهو حافي من غير ما ينزل نقطه دم، وبيخمن يجرو كده انه اكيد الواد ما كانش بيتدرب تدريب عادي. يجرو بعدها بيقدر يوقف الضربه بمساعده الجدار اللي وراه، ولكن ابننا باكي ما بيستسلمش، بيرجع يشد عضلاته من تاني وبيرجع لورا بيديله ركله قويه بيلزقه في الحيطه، بينط في الهواء وبركله اسطوريه بيكسر عليه الجدار وبينزل تكسير فيه وفي كل المبنى حرفيا. يجرو وقتها بيكون متفاجئ من مدى قوه الضربه، ولكنه ما بيلحقش يفكر وبيلاقي باكي اللي بيهجم عليه وبيستمر في دفعه بكل قوته. يجرو وقتها بيكون منبهر من مدى قوه باكي وبيساله عن الشخص اللي علمه حركه الاسترخاء دي، وده لانه شاف مقاتلين كتير حاولوا ينفذوها ولكن ولا واحد فيهم قدر يوصل للمستوى السائل اللي باكي وصل له. ده غير انه قدر يعرف مزايا الهجوم بعد الحركه بدقيقه واللي بينتج عنه قوه متفجره زي ما شفنا من باكي وتكسيره للجدار، وبيفضل يشكر فيه وفي المعلم بتاعه، ونفسي اعرف هيعمل ايه لو عرف ان معلم باكي يبقى صرصار. المهم يجري بيقول له كفايه عليك كده وبيمسكه بيعمل له فينش اندرتيكر، بيكسر عليه الحيطه وبيرميه بره المبنى ولسه هيروح وراه، ولكن حرفيا بنشوف ان يجري بيقف في مكانه وهو مصدوم من اللي هو شايفه. وبنعرف ان في اسطوره حضاريه الكل عارفها لكنهم متابعينها في صمت، وفي طوكيو في حلبة قتال سريه تحت الارض، وهناك بيتجمع اقوى المقاتلين من جميع انحاء العالم عشان يعرفوا مين فيهم الاقوى. والقاعده الوحيده في المعارك دي هو ان كل حاجه مسموحه عدا الاسلحه، يعني عض تلاقي، الضرب في نقاط مميته تلاقي. ومن المثير للاعجاب ان البطل في المنافسه المجنونه دي كان مجرد طفل عنده 17 سنه، ولكن حتى البطل ده كان بيخاف من راجل واحد بس واللي هو ابوه، واللي قدر بقوته الرهيبه انه يتفوق على الوحوش والبشر وحتى المعدات الحربيه، وقدر يخضع دول بحالها بقوته الجسديه بس. وفي الفتره الاخيره بقى العلاقه بين الاب والابن دول بدات تتوتر، والشباب اللي كانوا متابعين الاسطوره دي في صمت احتفظوا بالمعلومه دي وفضلوا يراقبوا من بعيد لحد ما حصل اللي حصل ويجي اليوم اللي كانوا مستنيينه. وبنرجع ليجرو اللي على غير العاده بيبقى مصدوم ومتفاجئ، مئات بل الاف من الناس متجمعين حوالين المبنى وبيهتفوا ليجرو، بيتفاجئ بصوت الحشد اللي جاي من وراه وجايين عشان يشاهدوا القتال. وبنعرف ان كل ده حصل بسبب معلومه اخباريه واحده واللي بيقولوا فيها ان قوات الدفاع والامن الذاتي حصرت مكان معين، والسبب في كده هو خناقه ما بين اب وابنه، ومن غير ما يعرفوا اسمائهم حتى بيفهم الكل مين هم الشخصين دول، وان ده هو القتال المنتظر بين اقوى اب وابنه. وعشان كده بنشوف ان حرفيا كل واحد فيهم بيسيب اللي في ايده وبينطلقوا على مكان القتال، وكل واحد من الناس دول مش بيدور في دماغه غير حاجه واحده بس، وهي انهم يلحقوا يوصلوا بسرعه. وبنشوف ان باكي بيكون فاهم الوضع على عكس يجرو اللي بيكون شايف الحشد كله من فوق واللي عمال بيزيد اكتر واكتر، وبيقول هو مين اللي جاب الناس دي كلها هنا. وعلى الرغم من انها مش اول مره ليه قتل قدام ناس، لكنه بينزل لباكي وبيقول له بقول لك ايه، تعالى نمشي من هنا، كفايه كده النهارده. ولكن المفاجاه ان باكي بيرفض وبيقول له هو انت خايف تخسر قدامهم ولا ايه؟ وبنشوف ان باكي بسرعه كبيره جدا بيهجم على يجرو وبيديله 3 ضربات بسرعه خاطفه لدرجه ان حتى الحشد ما لحقوش يشوفوا حاجه من السرعه. والمفاجاه ان ايد ورجل باكي هما اللي بيكونوا اتصابوا بسبب صلابه يجرو، وبنشوف ان الحشد اللي ما شافش حاجه بيكونوا متحمسين لبدايه القتال، وكل واحد فيهم بيسال نفسه مين هيهاجم التاني اول. ولكن بنشوف ان دوبو بيكون حاضر في المكان وبيقول لهم ان القتال اساسا بدا من زمان. وبنشوف ان يجرو اخيرا بيفهم ان هو ده اللي علمه الباكي زمان، وهو ان بمجرد ما بيبدا القتال فما ينفعش يتراجع، بيمسح الدم الناتج من
من ضربات باكي وبيقول له انه مش فاكر امتى اخر مره نزف فيها بسبب حد، وشكله كده هيفشخ باكي. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ان باكي مش متاكد اذا كانت ضرباته اثرت في الجبل يجرو ولا لا، ولا هو اللي كان سايبه يضربه اصلا ولا ايه. وبنشوف انه بيبدا في استعمال حركته من تاني، وبالفعل بيندفع على يجرو بسرعه مجنونه، ولكن المره دي بنتفاجئ ان يجرو ما بيتحركش من مكانه سنتي واحد. بيقول له بقى بتستعمل نفس الحركه عليا مرتين يا وقح، وبيرزقها واحده كونغ فو على وشه وبتجيب اجله وبيطيره 10 متر. وبنعرف ان التقنيه اللي هو استعملها دي بتسبب ضرر رهيب للعينين والمناخير وحتى الودان، لا وكمان بتخلي عينين باكي تدمع ومناخيره تنزف. وسط معاناه باكي بنشوف ان المشجعين بيبداوا يصوروا فيه ولا كأن في حاجه، ولما بيتقدم يجرو اللي عنده بيهربوا من المكان، وبيحاول باكي اللي مش شايف اي حاجه قدامه بيتطير منه انه يهاجمه، ولكن يجرو بيرزعه نفس الضربه بيهبطه على الارض، وبيصرخ باكي من شده الالم. وبنشوف دبو اللي في عالم موازي وبيكون حاسس بالغيره من يجرو، وده لان حلمه اخيرا اتحقق بعد صبر طويل، وابنه كبر وبقى يقدر يقاتله. وبنشوف باكي اللي بيحاول يمسح الدموع والدم، ولكن يجرو بيجي من وراه، ولما بيحاول باكي يهاجمه بيديله يجرو نفس الضربه تاني على وشه. ما كفايه بقى الواد مش حملك. وبنشوف ان باكي بيكون واقع على الارض ومش شايف حاجه، وفي اللحظه دي اخيرا بيستنتج في صمت ان الموضوع ما ينفعش يستمر خناقه بين اب وابنه، وانما دي معركه حقيقيه ولازم يستخدم كل قوته فيها. بيشد عضلاته وبيقوم والدم عمال بيتساقط منه، وبنشوف انه بمهاره عاليه بيقدر انه يوقف النزيف بكل سهوله. يجرو بيقول له شكلك كده لسه ما استسلمتش. باكي بيقول له استسلام ايه؟ ده القتال لسه بيبدا. وبنشوف انه بيطير على يجرو وبيهمه بركله سفليه، ولكن يجرو بيصدها بكل سهوله، وعلى الرغم من تألم باكي لكنه بيستمر في الهجوم عليه وبينهال عليه بالضربات في كل جسمه بسرعه خارقه. ويجرو كل ده عمال بيتصدى ليها، ووسط دبو اللي بيفضل يقول لباكي ابسط يا عم، مفيش اب ممكن يلعب مع ابنه اكتر من كده. وبنشوف ان الاثنين بيكونوا وصلوا لاقصى درجات المتعه بسبب القتال ده، وفي النهايه باكي بيتراجع لورا وبيقف وقفه الهجوم من تاني. وبنشوف يجرو واللي بيبقى سعيد بسبب الانجاز اللي باكي عمله، وهو انه خلى ايديه ورجليه يترعشوا من كتر الضرب، وفي نفس الوقت بيستشعر باكي ان في شخص بيراقبهم وبيتفرج على القتال بتاعهم من بعيد، فبيقول بما انك هنا فلازم اوريك حاجه من قوتي. وبنشوف ان باكي المجنون بيرفع ايده وبيبدا في اتخاذ وضعيه اقوى حيوان في التاريخ كله، اقوى منافس لديناصور التيركس، ديناصور التراسيراتوبس. وحرفيا يجرو وقتها بيكون عاجز عن الكلام، مش هو بس، ده كمان هو كل اللي بيتفرجوا، واللي من كتر براعه باكي وموهبته في القتال بيقدر انه يوريهم ديناصور التراسيراتوبس زي ما يكون واقف قدامهم. وفي الوقت ده بنشوف ان يجرو نفسه الحماس عنده بيوصل لاقصى درجه، واخيرا بنكتشف ان الشخص اللي بيشاهد معركتهم هو الدبابه البشريه بيكل، واللي بيكون هو كمان متحمس للقتال. وبنشوف باكي واللي بعد ما اتخذ وضعيته بيتساءل عن يا ترى ايه هو رد فعل والده بعد ما شاف قوته دي، وبسبب اتقان باكي للتقنيه دي وظهور قوه ارادته القتاليه القديمه قدروا انه يظهر لكل الوحش ده زي ما يكون حقيقي. وفي اللحظه دي تلاشى جسد باكي الصغير وتحول لديناصور وزنه يتخطى ال1000 كيلو، وبينطلق على يجرو اللي هو بدوره بيبقى طاير من الفرحه، وده لانه من وهو صغير فكان بيحلم بالديناصورات، واخيرا جات له الفرصه انه يقاتلها. وبنشوف ان باكي بيهجم على يجرو بسرعه كبيره جدا وبيستخدم قبضه التريسيراتوبس، وبيحاول يجري بكل قوته انه يتصدى لهجومه ده، ولكنه بيعجز عن ايقافه، وبيستمر باكي في تحريكه ودفعه لحد ما بيخبطه في عربيه، ومن قوه الهجوم بيكمل باكي دافع فيه هو والعربيه لحد ما العربيه في الاخر بتتقلب وسط ذهول ودهشه الكل. وبنشوف ان يجرو بعد الهجمه دي بيقف وبيقول لباكي انه بيعترف بقوته ومهاراته وانه فعلا استمتع بهجومه عليه، ولكن على الرغم من انه قدر يحاكي وزن الديناصور اللي بيتخطى ال1000 كيلو ويحركه كل المسافه دي، بس التقليد هيفضل تقليد مهما اتغيرت الاشكال، وده لانه مش هو الكائن الحقيقي وانما بيقلد كائن تاني. وبيقول له انه هيوريه الشكل الحقيقي الاصلي اللي ما فيهوش تقليد، فبيقوم باكي وبيقف وبيقول له ايه هو الشكل الحقيقي ده. فبنشوف ان يجرو بيبدا في اتخاذ وضعيات لحيوانات تانية، وبنشوف ان باكي بيبقى مستغرب وبيحاول يخمن الوضعيه اللي هو هيقلدها، ولكن يجرو بيضحك وبيقول له يا غبي ده انا لسه بخترع واحده دلوقتي. ومره واحده هدومه بتبدا تتقطع وظهره الشيطاني بيظهر، وبنشوف ان في طاقه عاليه بتبدا تظهر في المكان كله. وفي الوقت ده بيفهم باكي اخيرا ان يجرو بيحاول يحاكيه، واللي هو اسلوب هلم يجرو بنفسه، وده لان يجرو هو اقوى كائن اصلا فمش محتاج يقلد كائن تاني. وبيقول له يجرو معلش بقى يا ابني بس انا ما اعرفش حد اقوى مني، وبيرفع ايده وبيبدا في تسديد لكمه ضوئيه في اتجاه باكي لدرجه انها بتوصل لباكي وبيحس بمدى قوتها، وبعدها بيسدد ركله دائريه الطاقه اللي بتخرج منها بتكون على شكل قوس، وبيستمر يجرو في استعراض قوته لحد ما بقت مرئيه للناس كلها، والناس بقت شايفه الطاقه دي بوضوح. وفي الوقت ده بيتاكد باكي من كلام ابوه، وهو انه فعلا قدر يحاكي اسلوبه الخاص، بما ان الكائن الحقيقي حكى نفسه فكده ما بقاش تقليد وبقى عباره عن شكل اصلي. وبيكون الكل منبهر من مدى قوه يجرو الطبيعيه والجميله واللي اجتاحت المكان. وفي الوقت ده بيسال يجرو باكي عن ايه رايه في شكله الخاص، فبيمدح فيه باكي شويه، ولكنه بيقول له انه نسى حاجه مهمه، وهي ان قوه الاسلوب القتالي مش بتتقاس بالشكل خالص. فبيقول له يجرو يا راجل امال بتتقاس بايه؟ فبيقول له باكي ما دام ما انتش عارف فانا هعرفك. وبيبداوا الاثنين يقربوا من بعض، وبيقول باكي في نفسه ان قوه الاسلوب بتكمن في فايدته وسط المعركه ولازم اعلم يجرو كده. وبمجرد ما بيقربوا من بعض بيسدد له باكي لكمه النص ثانيه اللي كان استعملها ضد اوليفيا، واللي بيستغل فيها ان المخ بيحتاج نص ثانيه عشان يقدر يعمل رد فعل، ولو هو تلقى ضربه اسرع من النص ثانيه دي فوقتها المخ هيغمى عليه. وبالفعل بنشوف ان يجرو بيقع على الارض، ولكن في اللحظه الاخيره
الاخيره بيقدر انه يستعيد وعيه وبيلحق نفسه على اخر ثانيه وسط صدمه المشاهدين اللي مش فاهمين حاجه وفاكرين ان يوجيرو اتكعبل في حاجه، على دوب الوحيد اللي بيكون فاهم اللي باكي عمله وبيكون مش مصدق ان باكي وصل للمستوى ده وهو لسه 18 سنه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف يوجيرو اللي بعد تلقي اللكمه دي بيكون فخور بالمستوى اللي وصل ليه باكي وبيقرر انه هيكافئه على جهوده وبيطلب منه انه يقرب عشان يطبطب على راسه، ولكن باكي بيرفض وبيقول له انت بتقول ايه يا عم انت، ولكن يوجيرو بيقول له ما يتكسفش ويقرب، فبيزعق في باكي وبيقول له ان احنا في معركه، فبيقول له يوجيرو ان من الطبيعي انه يكافئه على انجازه ده. وفي الوقت ده بنشوف ان الدموع بتبدا تنزل من عينين باكي، الواد بقاله 18 سنه محروم من مشاعر الامومه والابوه، ومره واحده كده يوجيرو بيطلب منه يطبطب على راسه، ولكن باكي بيستمر في الرفض وبيقول له ان احنا في معركه، فبيقول له يوجيرو وايه يعني انت عايز الناس تاكل وشي، ويقول له ان مش بكافئ ابني، قرب يا باكي يا ابني قرب. وبنشوف ان الدموع بتبدا تنهمر من عينين باكي وده لانه عمره ما حس بالحاجات دي، وفي الوقت ده بيكون على وشك انه يغير رايه ويسيبه يطبطب عليه، ولكن في اخر لحظه بيتفادى ايديه وبيقول له على الرغم من انها لحظه ما تتعوضش ولكن برضه مش هيقدر يعمل كده، وده لان اللي هم فيه ده معركه عشان يحددوا مين فيهم الاقوى. فبيقول له يوجيرو كويس انك جبت سيره موضوع القوه ده، وفجاه بنشوف انه بيمسك فيه وبيبدا يفعصه في ايديه وبيقول له تفتكر ايه هو جوهر القوه، انا كنت عايز اطبطب على راسك لكنك رفضت ده، بما انك رفضت ده فالاقوى فينا هو اللي هيقدر يفرض قوته، بمعنى تاني تعريف القوه هي القدره على فرض رغباتك. وبيبدا يوجيرو يرفع باكي من مكانه ويطبطب على راسه ويتنمر عليه وسط صراخ باكي اللي بيحاول يفلت منه لكنه مش قادر حد يتنمر على ابنه بالشكل ده، ولما بيحاول باكي يفلت بيديله يوجيرو في وشه ويقول له يوجيرو انا عندي الحريه ان احبك او حتى اقتلك، فمش مهم انت عايز ايه، وده لان كده كده رغبتي هي اللي هتتحقق وده معناه ان انا الاقوى. وبيبدا في فعصه اكتر وبيقول له ان هو ده جوهر القوه، بيرميه وبيخليه يدور، ولكن باكي بيقدر يلمس الارض ويوقف نفسه. في نفس اللحظه بيتفاجئ بيوجيرو اللي بيسدد له ركله في نص بطنه وبيستمر في الشرح عن مفهوم القوه وبيقول له انه لازم ما يستمعش لكلام اي حد بيحاول انه يديله تفسير تاني عن معنى القوه، وده لانها هتكون كلها مجرد اعذار يبرروا بيها ضعفهم. وبنعرف من دبه ان يوجيرو عمال بيستعمل كل قوته ضد ابنه باكي، ولما بيحاول باكي يقوم بيديله يوجيرو ركله تانيه في وشه وبيعرفه ان القوه في حد ذاتها مش شريره ولا طيبه، وانما القوه مش بيحب الاحتمال ومش محتاج حتى يستحمل، وبيديله يوجيرو لكمه اسطوريه في نص بطنه بتخليه مبقاش قادر يتحرك. وفي اللحظه دي بيفهم باكي اخيرا رساله ابوه وتعليمه ليه، وبنشوف ان باكي بيكون شبه مغمى عليه وبياخد نفسه بالعافيه. يوجيرو بيقول له كنت لسه بقول عليك من شويه انك اتقدمت وبقيت قوي، بس الظاهر كده اني كنت غلطان. وباكي وقتها بيكون بيحاول قدر استطاعته انه يقوم لكنه ما بيقدرش بسبب كميه الضربات اللي تلقاها. يوجيرو بيقول له انه استمتع شويه بالقتال اللي خدوه وبيساله اذا كان عايز ينهي القتال بلكمه ولا ركله، ولكن في اللحظه دي بيستشعر الاثنين قوه مهوله. ولما بيلف يوجيرو بنتفاجئ انه بيطلع الدبابه البشريه بيكل واللي قوه قتالهم جذبته لحد هنا وما قدرش يستحمل وجع. يوجيرو وقتها بيضحك وبيقول له شكل كده الليله مطوله، وبيقول له انه بقاله فتره كان عايز يقاتله هو كمان، وقبل ما كانوا على وشك يبداوا القتال بياكل بيكل لكمه قويه جدا من باكي اللي في قمه غضبه وحس بالغيره لدرجه ان ناب من انيابه بيتكسر. ولما بيكل بيشوف الناب بتاعه هو على الارض ومكسور بيتعصب لاقصى درجه وبتخرج منه هاله مرعبه، ولكن فجاه بيتم اسكاته من هاله باكي واللي غضبه تخطى غضب بيكل بكتير، بيزعق فيه جامد وبيقول له انه ما يتدخلش في القتال ده وده لانه ما يخصوش. وعلى الرغم من ان بيكل مش بيكون فاهم اللغه وده لانه من العصر الجراسي لكنه فهم شويه حاجات، وهو انه تعرض للتوبيخ وبسبب انه خرج قانون الطبيعه واللي بينص على ان التدخل في شؤون غيرك ممنوع خسر ناب من انيابه واللي كان واثق في قوتها وقدرتها على اختراق اقوى الدروع وحتى الديناصورات. فعشان كده بيكل اللي عمره اكتر من 150 مليون سنه فهم للمره الاولى معنى العلاقات الاجتماعيه وبينسحب من القتال وبيروح يقعد على جنب. وبنشوف ان باكي بيعتذر لابوه على اللي حصل وبيقول له خلينا نكمل، وبيقول له يوجيرو انه على الرغم من انه سعيد ان القتال هيستمر من تاني لكن لولا تدخل بيكل كان زمانك ميت دلوقتي. وبنشوف ان يوجيرو بيهجم على باكي وباكي بيتوقع هجومه ولكن بنتفاجئ ان باكي هو اللي بيقع على الارض، وبنعرف ان اللي حصل ان يوجيرو توقع ان باكي هيقدر يتصدى لضرباته عشان كده خدعه وهاجمه بهجوم تاني وكده يكون هو اللي فاز في لعبه التوقعات. وبنشوف ان يوجيرو في خلال ما باكي واقع على الارض بيهجم عليه بركله قويه جدا بنيه تحطيم راسه، ولكن من حسن حظ باكي انه بيقدر يتفاداها في اللحظه الاخيره. ولما بيحاول يوجيرو يهاجمه من تاني بهجوم قاتل بنتفاجئ ان باكي بيختفي من قدامه وبيظهر وسط الدخان وبيعتذر ليوجيرو وده لانه مش هيقدر يفوز عليه لو القتال استمر كده. بيحط ايديه في جيبه وبيقول له انه ما قداموش حل غير ده واللي هو لكمه النصف ثانيه، وده لانه اتولد ضعيف وما قداموش خيار غير انه يستخدم الحيل عشان يفوز عليه. ولكن بنتفاجئ ان يوجيرو بيقبل التحدي ده وهو كمان بيحط ايديه في جيبه وبيقرر انه هيجاريه في التحدي بتاعه وبيتحداه انه يتوقع حركاته ويكون اسرع منه زي ما المبارزه بين السيفين كانت بتحصل، والفايز فيهم هو الاسرع في اشاره سلاحه او سيفه. وفي الوقت ده باكي بيتحمس وبيقول له في احلامك وريني لو هتقدر تكون اسرع مني، وبيقفوا الاثنين قصاد بعض وكل واحد فيهم بيستعد لاشاره سلاحه كما يفعل السيفين. وبتبدا الحلقه باننا بنشوف كل من باكي ويوجيرو وهم واقفين قدام بعض وبنشوف ان كل واحد فيهم بيكون واقف قدام الثاني وبيستعد للهجوم في اي لحظه زي المواجهه بين اثنين سيفين وكل واحد فيهم مستني الوقت المناسب لاشاره سيفه، والشخص اللي هينجح في القضاء على الثاني في مده النص ثانيه دي هيكون هو الكسبان في اللعبه دي. وحرفيا بتمر الثواني كانها ايام وشهور بل وحتى سنين. وسط تركيز باكي وتوتره بيقطع يوجيرو واللي بيقول له ان مفيش داعي
هيلعبوا لعبه النص ثانيه دي، وده لانهم اب وابنه وما ينفعش يختبروا نوايا بعض. باكي اللي مش بيكون فاهم حاجه بيتفاجئ بيجرو اللي بيقول له انهم هيغيروا اللعبه، وبدل النص ثانيه دي فهو هيديله 5 ثواني كاملين يهاجموا فيهم، وفي كل ثانيه هيفضل يتني صابع من صوابعه لحد ما تتشكل قبضه، وفي الوقت ده هو هيهاجمه. وبنشوف دوبو اللي بيكون مستغرب من التطور الغريب اللي حصل، وان الموضوع بدا يتحول للعبه مش معركه. وفي الوقت ده بيقول يجرو لباكي يجهز نفسه. باكي بيقول له انت بتقول ايه يا عم انت؟ انا لسه ما وافقتش. ولكن بمجرد ما بيبدا يجرو في العد ما بيلاقيش باكي قدامه خيار غير انه يسايره، وبيحاول باكي انه يتوقع حركته ولكن بدون فايده. وبمجرد انتهاء يجرو من العد باكي بسرعه كبيره جدا بيسحب ايده من جيبه، بيوطي جسمه وبيلف برجله، والحركه دي سرعتها بتتخطى حتى سرعه النص ثانيه. ولكن فجاه بنشوف يجرو بيهجم على باكي بهجوم بطيء جدا واهبل زي ما يكون بيلعب مع طفل. ولكن بنتفاجئ ان يجرو بيزود سرعتها على اخر لحظه، واللكمه بيخرج منها طاقه مهوله بتطير باكي. ولكن باكي ما بيستسلمش ويبدا في تنفيذ تقنيته السريه واللي بتوضع تحت فك النمر. بيديله ضربه خارقه في فكه السفلي والعلوي، وبعدها بيمسك ايديه وبينجح في تثبيته على الارض بتقنيه الملك النمر في مشهد اسطوري حرفيا. يجرو تم تثبيته وبقى عاجز عن الحركه حرفيا وهو في الوضعيه دي. وبنشوف اوليفيا واللي بيقول ان انت الظاهر كده انك عجزت يا يجرو، وبيقول ان الواد باكي بقى قوي جدا. وبنشوف ان دوب هو كمان بيكون متضايق من الوضع اللي يجرو حط نفسه فيه، وده لانه استهان بابنه باكي ونسى ان باكي بيمتلك جينات عيله هانما هو كمان. وبنشوف باكي اللي على الناحيه الثانيه مش بيكون مصدق الانجاز اللي هو عمله، وانه خلى اقوى رجل في العالم تحت منه، لكنه بيكون عارف ان اكيد يجرو ما تهزمش بالسهوله دي، وانه اكيد هيقوم في اي لحظه وهيفشخه. بيحاول ينادي عليه وبيقول له انت سامعني ولا ايه؟ ولما ما بيردش عليه بيبدا في محاوله تقليده وتقليد الكلام اللي كان هيقوله في الوضع ده بطريقه مضحكه كده. ولكن الصدمه ان يجرو مش بيتكلم ولا بيتحرك، وهنا باكي بيبدا يزعق فيه وبيقول له انا عارف ان الموضوع صعب عليك بسبب الوضع اللي انا حاطك فيه ده، بس حاول تعمل اي حاجه، حاول تستعيد موقعك، هو ده اللي كان هانما يجرو هيعمله. وبنشوف ان اخونا بيكل بيكون هو كمان صابه النعاس، وشكل كده القتال انتهى. ولكن فجاه بنشوف ان يجرو بيرفع ايده اليمين وبيستغرب باكي، وده لان مفيش اي طريقه للخروج من وضعيه الملك النمر دي. يجرو بيشد قبضته وحرفيا بيهاجم الارض بهجوم خارق بيفلق الارض النصين. ولما بيتلاشى الدخان بنشوف ان يجرو بيكون حشر ايده في الاسفل ومره واحده بيخرجها، وبسرعه كبيره جدا بيقدر يفقد باكي توازنه وبيديله واحده بيطيره وسط صدمه كل الموجودين اللي مش مصدقين اللي هو عمله ده اكيد وحش مش بشري. وبنشوف اوليفيا ودوبو واللي بيسحبوا كلامهم وبيعترفوا ان مفيش اي شخص يقدر يعمل كده غير هانما يجرو، وده لان في الاساس يجرو فكرته عن الارض مختلفه، فهو معتبرها جيلي او ازاز. فتخيل كده تكون بتقاتل على جيلي، حرفيا مفيش اي وضعيه قادره على تثبيتك في الارض. وعلى الناحيه الثانيه بقى ابننا باكي حرفيا كده بيكون عملها على نفسه من كتر الخوف، وبيقول له ان حتى لو عملتها على نفسي فمهما حصل لازم افوز عليك في القتال ده. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف هانياما وتشيهارو وهم قاعدين مع بعض. بيقول له تشيهارو ان القتال بدا من زمان، متاكد انك مش عايز تروح تتفرج؟ هانياما بيشرب المشروب بتاعه وبيقول له هو انت يالا حابب انك تتفرج على خناقه بين اب وابنه؟ تشيهارو بيقول له بصراحه كده ايوه عايز اتفرج. هانياما بيقول له وانا كمان يا صاحبي. وبنرجع للقتال اللي بيحصل وبنشوف ان باكي بيكون فخور جدا بابوه، وده لانه خلاه يعملها على نفسه، وبيقول ليجرو انه عاش عليه على اخر حركه عملها. فجاه بنشوف ان باكي بيهجم على يجرو بركله جانبيه، وكل اللي بيدور في باله هو حاجه واحده بس، وهو انه هينتصر مهما حصل. ولكن يجرو هو كمان بيقدر يتصدى للهجوم ده بركله مضاده. باكي بيتراجع وبيقول له هي دي اقل حاجه نتوقعها من هانما يجرو، ولسه بيبص عليه بيلاقي يجرو بيبتسم له وبيقول له كفايه كده، بابتسامه لطيفه جدا محدش يتخيل انها تطلع من يجرو. وبيقول له ان المحاولات التعبانه دي مش هتصحي دم عيله هانما اللي جواك، وعشان كده انا هفضل اضرب فيك لحد ما هصحيها بالعافيه. الكل وقتها بيتصدم وبيعرفوا ان يجرو ناوي يخلص القتال بسرعه، وبيبدا في اتخاذ طريقته القتاليه وبيشكل وشه الشيطاني. بيقول له انا طول حياتي كانت ممله، والوحيد اللي حسسني بالحماس هو ابني مفيش غيره. الكل حرفيا مش بيكون مصدق ان يجرو هيستخدم كل قوته على ابنه. يجرو بيقول له حاول تستحمل وتعيش يا ابني، وبيديله واحده بيطيره في السماء. وبيقع باكي على العربيه كانت مركونه بعيد. باكي بيحاول يقوم ولكن يجرو ما بيرحموش، بيديله لكمه ثانيه خارقه من قوتها بتكسر العربيه، وبيقع باكي على الارض وهو مغمى عليه تماما وسط دهشه كل الموجودين، واللي ادركوا مدى القوه الساحقه لهانما يجرو. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف مجموعه من الباحثين بعد ما قدروا يعثروا على هرم كده موجود في نص الصحراء، وجواه بيلاقوا غرفه عملاقه وموجود فيها رسمه غريبه. ومن شكل الرسمه دي فللوهله الاولى تبان انها شيطان، لكنها في الحقيقه مش كده، وانما دي رسمه لظهر بشري. واظن كده احنا عرفنا مين هم البشر دول اكيد عيله هانما. وبيستمروا في بحثهم وبيلاقوا رسمه ثانيه، لكن المره دي شكل الظهر بيكون مختلف واقوى واكبر، واللي كان من الواضح انه بيتم مهاجمته بالعديد من الاسلحه، واللي كانت حرفيا عباره عن ترسانه حربيه. وبيستنتج الباحثين ان الشخص اللي في الصوره ده كان قوي بصوره مجنونه لدرجه انهم محتاجوا يهاجموه بترسانه حربيه عملاقه عشان يقدروا يواجهوه. وبنرجع للقتال اللي شغال، ويجرو مستمر في تسديد ضربات قاتله لابنه باكي لدرجه ان العربيه نفسها من قوه الضربه بتتقلب. وفي الوقت ده بيستنتج باكي اللي شبه مغمى عليه ان الشخص اللي بيقاتله ده عباره عن قوه مرعبه بتتخطى قوه دول بحالها، حتى لو قاتله بكل قوته فمن المستحيل انه يهزمه. باكي وهو واقع على الارض بيبدا يحس بكيمياء الدماغ، وكمان بيعرف ان ظهره الشيطاني بدا في الظهور هو كمان. باكي وقتها بيبدا في الاحساس انه خلاص عمل كل اللي عليه، بيقوم وبيقرر ان خلاص كفايه كده، وبيشوف يجرو قدامه وبيقول
له ها عايزنا نكمل ولا كفايه كده؟ باكي بيقول له انت بصراحه قوي جدا لدرجه اني حاسس بالفخر انك ابويا، وخلاص بيكون على وشك انه يعلن استسلامه، ولكن فجاه بيستشعر بيكي الحاجه غريبه ومرعبه، روح قتاليه لشخص احنا ما نعرفوش. شعر يجرو هو كمان بيقف ومش مصدق اللي هو شايفه، يا ترى مين هو الشخص ده اللي مخلي يجرو نفسه متوتر قوي كده؟ يجرو بيصرخ عليه وبيقول له ايه اللي بتعمله هنا يا هانما يوتشيرو؟ ايه اللي بتعمله هنا يا ابويا؟ الشخص ده يبقى والد يجرو وجد باكي، بيضحك وبيقول له انت لسه ما اتغيرتش بقى بتقاتل ابنك؟ باكي بيلف وبيتخض من مدى ضخامته وعرض كتافه، بيبص لباكي وبيقول له على فكره انت تقدر تفوز عليه. العجوز توكوجاوا لما بيشوفه بيتصدم هو كمان، وبيقول لرئيس الوزراء ان هو ده الشخص اللي هزم امريكا قبل ما يجرو يعملها، ويبدا يحكي القصه. في سنه 1945 وتحديدا في ابريل بدا الاسطول الامريكي في محاوله غزو منطقه تدعى اوكيناوا، ولكن بعد 6 شهور وفي شهر سبتمبر اضطرت امريكا توقع اتفاقيه سلام، وال6 شهور دول اتعرفوا بعدين بشهور الجحيم السته بسبب قوه المعركه اللي حصلت، لكن في الحقيقه بقى مش ده اللي حصل، وكل القصه دي كانت من اختراق الجيش الامريكي. فعلى بعد 12 كيلو من اوكيناوا كان في جزيره صغيره معزوله عن العالم، ومساحتها لا تتعدى الكيلومتر لدرجه انها اصلا مش ظاهره على الخريطه. وعلى الجزيره دي بقى اطلق الجيش الامريكي اكتر من 1000 طن متفجرات وقنابل لحد ما شكل الجزيره نفسها اتغير من كتر الدمار اللي حصل. والصدمه ان المتفجرات دي ما تمش اطلاقها على الجيش الياباني ولا السكان، وانما تم اطلاقها على راجل واحد بس واللي هو هانما يوتشيرو. وبعد ما تم اطلاق كل الحاجات دي عليه اتجه الجيش الامريكي للجزيره عشان يتاكدوا انه مات، والجنود وقتها كانوا فاكرينها مهمه سهله لحد ما هم ماشيين بيتصدموا باختفاء احد الجنود، وبيلاقوا هانما يوتشيرو وراهم وهو في ايده الجندي ده، وبعدها بيرجعوا الجنود للقائد بتاعهم واللي بيتعصب عليهم لانهم اهانوا فخر الاسطول الامريكي، وان ازاي الاسطول الامريكي كله ما يكونش قادر على حته قرد واحد. ومن بين كل الحاجات القائد ابن المجنونه بيطلب من القياده العليا الاذن باستعمال القنبله النوويه على هانما يوتشيرو، ولكن وقتها كان صدر الامر بالاستسلام خلاص فما عرفش ياخد الاذن. وفي خلال ما كانوا بينسحبوا خلاص فجاه الجنود وقتها بيسمعوا صوت اصطدام عالي جدا، ولما بيروحوا يشوفوا صوت ايه ده بيكتشفوا انها تبقى جثه القائد بتاعهم واللي بتبقى حرفيا مرشوقه في السفينه. وما شافش الحادثه دي غير جندي واحد، واللي حكى انه بعد ما سمع صوت الاصطدام كان كل اللي شافه هو وش الشيطان واللي كان ناوي يغادر السفينه، ولكن مره واحده بيتفاجئوا بيوتشيرو واللي ما غادرش السفينه ولا حاجه واخفى نفسه لحد ما ال2000 جندي كلهم اتجمعوا. ووقتها بدا في استخدام تقنيته الغامضه واللي استخدمها على القائد بتاعهم، وحرفيا بعد كام دقيقه ال2000 جندي كلهم من قوه التقنيه وشدتها خدوا بعضهم ونطوا من سفينتهم تاركين وراءهم اعظم سفينه حربيه في امريكا واللي كانت فخر الدوله وقتها. ومن ساعتها يوتشيرو هانما اتشهر بانه اول شخص هزم امريكا. بنرجع ليجرو اللي بيفضل يدور على ابوه ولكنه خلاص بيكون اختفى، وبيكمل كلامه وبيقول له انه لما شاف ابوه من تاني افتكر تقنيته المشهوره، وبيقول له ان هو وابوه مختلفين تماما وعكس بعض في كل حاجه عدا تقنيه واحده لوالده واللي هم اتفقوا عليها. ويجرو بيفخر بيها جدا، وبيقرر يجرو المجنون انه هيجربها على ابنه باكي، بيديله واحده برجله بيرفعه لعنده وبيمسكه. باكي بيحاول يهرب لكن مفيش فايده، ويجرو بيحطه على كتفه وبيقول له ان اسم التقنيه دي يبقى ازاي. وحرفيا بتشوف ان يجرو بيبدا في التلويح بجسم باكي بسرعه خارقه زي ما يكون لعبه في ايديه، بيفضل يلف في باكي بسرعه خارقه وهو بيسال نفسه اذا كانت طريقته في تعليم ابنه مبالغ فيها شويه. لا يا راجل مش مبالغ فيها ولا حاجه، بيستمر في التلويح بباكي في كل مكان حرفيا وبسرعه خياليه لدرجه ان ابننا باكي خلاص ما بقاش شايف حاجه من اللي بتحصل. فكل جزء من الثانيه المشهد اللي بيشوفه قدامه بيتغير، وبسبب السرعه الكبيره اللي جسمه بيتحرك بيها فالدم كله بينتشر في دماغه وبيبدا في الخروج من جميع الفتحات اللي في جسمه، وبسبب ان كميه كبيره من الدم وصلت للعين فحرفيا كده باكي بقى شايف كل حاجه باللون الاحمر قدامه. وبسبب السرعه الكبيره اللي يجرو بيحرك بيها باكي بنشوف ان كل الناس الموجودين في المكان بيبداوا في الهروب منه بسبب الطاقه المهوله اللي خارجه من الهجوم ده، لدرجه ان خلاص ما بقاش في اي بشري في نطاق ال100 متر. وبنشوف يجرو واللي مستمر في تنفيذ تقنيه والده وبيشاهده من بعيد اوليفيا واللي بيقول لنفسه انه مستحيل يعمل كده على الرغم من عضلاته الضخمه، وده لان التحكم في البشر كانهم ادوات واسلحه بالبراعه دي حاجه ما يقدرش يعملها غير هانما يجرو. وبنشوف يجرو واللي بيوقف هجومه ويقول لباكي انت سامعني؟ سواء كنت سامعني او لا فحاول دلوقتي انك تحمي نفسك من اللي هيحصل ده، لو انت معتبر نفسك من عيله هانما فانت اكيد تقدر تعمل كده. وبيبدا يجرو في تنفيذ التقنيه من تاني وبيستخدم باكي كاداه في تدمير السياره، وبيفضل يقول في نفسه ان لازم ما تستخفوش بقوه هانما باكي وانه اكيد هيقدر يتفادى كل ده. وبنشوف دوب واوليفيا اللي في عالم موازي وبيقولوا انهم بيحسدوا يجرو وباكي على الثقه القويه اللي ما بينهم. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف باكي اللي بالفعل دم عيله هانما بيكون استيقظ فيه ودماغه الشيطاني بدا يشتغل وبقى قادر يشوف ويستوعب كل حاجه بتحصل بالرغم من الوضع اللي هو فيه. وبيبدا باكي في تفادي كل الصدمات اللي بتحصل وبيدمر كل الاجزاء اللي بيكون على وشك الاصطدام بيها عشان يحمي نفسه. واخيرا بيخلص يجرو تقنيته المجنونه وبينزل باكي، ولكن باكي بيفضل ماسك في ايده ومش بيرضى يسيبها، وبيقول له باكي انه عايز يديه هديه كده بما انه دايما هو اللي بياخد هديه من ابوه. وبيبص يجرو في ايديه فبيتفاجئ بان باكي بيكون عاطيله دميه. يجرو بيقول له ان الدميه دي شكلها تعبان جدا، فبيرد عليه باكي ويقول له انها مش دميه وانما اقرب لساموراي. يجرو بيقول له وعملتها امتى دي؟ فبيقول له باكي عملتها لما كنت ماسكني وشغال بتكسر فيها في العربيه. وبنشوف ان باكي بسرعه رهيبه بيبدا في الهجوم على يجرو واللي بيتصدى ليها
عليها. يجرو في الوقت ده بيتعصب وبيقرر يهجم على باكي، ولكن باكي خلاص بيكون هو الشيطان استيقظ والواد بقى قادر على توقع وتصدي كل الهجمات ليه بكل سهوله. يجرو بيهجم على باكي، ولكن باكي بيديله ركله ساحقه في وشه وبلكمه اسطوريه بيطيره بعيد وبيخليه ينزف دم. وبنشوف ان يجرو اللي بيتم ضربه من باكي والدم بيتطير منه حرفيا بيكون في قمه السعاده. حياته كلها كانت ملل في ملل، فبمجرد ما بقى اقوى شخص في العالم ما عادش في حد قادر على مواجهته وما بقاش في حاجه تستاهل انه يعيش عشانها. وبنشوف باكي اللي مستمر في مهاجمه يجرو بضربات من عالم اخر ويجرو مش قادر يتصدى ليها. وبنعرف من يجرو انه كان مل من الحياه، وده لان بمجرد ما وصلت قوته لاقصى مستوى ليها فكل احلامه واهدافه اتدمرت. اي حاجه هو كان عايزها كان بيقدر يحصل عليها بسهوله، ما كانش فيه تحديات ولا صعوبات. حياته حرفيا كانت عباره عن حياه بائسه، ولكنه استمر على الامل انه يلاقي اي حد يقدر يواجهه، واخيرا لقى الشخص ده. وبنرجع لباكي اللي بيدي يجرو ضربه في نقطه ضعفه، وباكي الجامد بقى حرفيا مش شايف اي حاجه قدامه، بيدي له لكمه في ركله وبيقول له تعالى لي. يجرو بكل قوته بيدي له ركله، ولكن باكي بيصدها بكل سهوله وبينط عليه بيدي له ركله في وشه بيوقعه على الارض. ودماغ باكي الشيطاني بقى في اقصى مستوى ليه. وبنشوف ان يجرو بيكون في قمه السعاده وبيقوم هو ما تعرضش لاي اصابات، وبيكون فخور بانه بقى اب وان ابنه طلع بالقوه دي كلها. وبنشوف ان يجرو بيقول له انه فرد اصيل من عيله هنا. باكي ما بيخيبش ظنه وبيستعمل حركه الصرصار بتاعته وبيهجم على يجرو. يجرو بعد ما بياخد الضربه بيقول له انه فضل يسافر حوالين العالم كله على امل انه يلاقي حد يقدر يقاتله، وانه قاتل كل انواع المقاتلين والجيوش ودول بحالها، لكن مين كان عارف ان اللعبه اللي هتسليه قريبه منه قوي كده. فبيقول له باكي تفتكر ايه اللي بيعمله الطفل بمجرد ما بيجي له لعبه جديده بيفضل يلعب بيها لحد ما في النهايه بيكسرها، وده معناه الموت بالنسبه لباكي. وفي الوقت ده بتوصل على مكان كوزي حبيبه باكي وبتقول له ايوه لو فضلت على كده هتموت. باكي بيقول لها جيت هنا ازاي؟ فبتقول له ان قتالكم بيتذاع في التلفزيون على كل المحطات، وبتقول له كوزي كفايه لحد هنا، كل شويه تتقاتلوا بعدين توقفوا وبعدين تتكلموا عن عواطفكم وبعدين تكملوا قتال، انا زهقت من القتال الممل بتاعكم ده. وبنشوف ان الناس بيكونوا متضايقين من البت دي اللي بتعطل القتال اللي شغال. بيقول لها باكي انهم اب وابنه، فطبيعي جدا انهم يفضلوا يتكلموا ويتاثروا بعواطفهم، ده غير ان في العاب ما يقدروش يلعبوها غير مع بعض، وده لان اغلب التقنيات اللي استخدمها في القتال ما يقدرش يستعملها على حد تاني غير يجرو، وده لانها تقنيات ما ينفعش تستخدم على بشر اصلا. وحتى يجرو اغلب التقنيات اللي استخدمها عباره عن اسلحه عسكريه. وبنشوف ان يجرو بيكون حس بالملل وبيبدا بالهجوم على باكي، وبنشوف ان باكي بيستعمل حركه ايكيدو عليه وبيقلبه في الهواء. وبيكمل باكي كلامه وبيقول لها انها عشان بنت فعمرها ما هتقدر تفهم احساسهم ده. يجرو هو في الهواء بيدي الباكي ركله مضاده وبيهجم عليه، وبيستمر كل من باكي ويجرو في مهاجمه بعض، وكل واحد فيهم في قمه سعادته، لان اخيرا المهارات اللي فضلوا يتعلموا فيها ويجمعوها على مدار سنين اخيرا هيقدروا يستعملوها كلها. وبنشوف ان كل اللي بيتفرجوا بيكونوا حاسين بالاحباط، وده لان بسبب ضغوط الحياه فكل واحد فيهم تخلى عن ممارسه الرياضه والسعي وراء القوه، على عكس الاثنين دول. يجرو بيدي الباكي ضربه بيطيره بعيد، وبنشوف يجرو وهو بيشكر كوزي على اللي هي عملته مع ابنه وانها اعتنت بيه، وان بسبب كده باكي بقى اقوى. ولما كوزي بتيجي تقول له انها ما عملتش كده عشانه بيقول لها يجرو ان وقتك خلص واحسن لها تمشي لان المكان مش مناسب لبنت. وبيجي باكي من وراها وبيقول لها انها احسن لها تستخبى عشان ما تتاذاش. وفي الوقت ده بنشوف يجرو وباكي وهما بيهجموا على بعض وبيسددوا لبعض اللكمات وسط كوزي اللي بتبقى في النص ما بينهم وعماله بتصرخ. وبيستمر الاثنين في تبادل الضربات واعداد المتفرجين بتزيد، واللي بداوا يدركوا ان القتال ده قرب ينتهي. وسط تاثرهم باللي هم شايفينه حسوا ان هي دي العلاقه الطبيعيه اللي المفروض تكون من كل اب وابنه. وبنشوف باكي اللي بيطلع على راس ابوه وبيحاول يوقعه ولكنه ما بيقدرش. وبنشوف يجرو اللي شايل باكي على دماغه وبيتمشى بيه، وبيكون باكي ماسك في راس ابوه وحاسس قد ايه هي دافيه. بيفضل يجرو يتمشى بيه وبعدها بيقف وبيقول له ان الوقت قرب، وبيساله يجرو اذا كان خلاص جرب كل اللي هو عايزه. فبيقول له باكي ان ما عادش في مهارات زياده يقدر يستعملها. بعدها يجرو بينزله ولكن بيتفاجئ بباكي اللي بيمسكه وبيقلبه على الارض، وبيضحك يجرو وبيقول له ان كده مش كويس. هو مش سهل عليه ان هو ينهي القتال هو كمان، وده لانه عايز يكمل المتعه دي، ولكن كل حاجه وليها نهايه. وبنشوف ان يجرو بيخبط باكي على ودانه وبيخليه عاجز عن سمع اي حاجه. وبنشوف هنياما وتشيهارو اللي وصلوا على المكان هم كمان وبيشاهدوا القتال من بعيد. وبنشوف يجرو اللي ماسك باكي وبيقول له انا عارف انك مش سامعني بس اسمع اللي هقوله لك ده. بينزل باكي على الارض وبيمسك ايده بيبدا في تشكيل قبضه، وبيفهمه ان القبضه دي هي اعظم اداه للانسان، وانك تقدر تستخدمها كبديل لاي حاجه واي اداه، وكمان ممكن تستخدمها كسلاح وتحولها لسيف او رمحه حتى. وفي الوقت ده باكي بيبدا يفتكر ان هي دي اول حاجه علمها ليه يجرو، وبيبدا في اتخاذ وضعيته زي ما علمه زمان. وبيقول ليجرو ان اللكمه اللي بتحط فيها كل قوتك من المستحيل انها تفشل، وانك مش محتاج حتى تشكك في نجاحها. وبيبداوا الاثنين في الهجوم على بعض، وكل واحد فيهم بيدي لكمه للتاني في وشه من شدتها وقوتها. كان ده هو اعلى صوت الجماهير سمعوه في حياتهم كلها. بيفضلوا حاطين ايديهم على ودانهم وما بيقدروش انهم يستحملوا اصوات التكسير بتاعت مفاصلهم وعظامهم. وبيستمر القتال الملحمي ده، وكل من يجرو وباكي مستمرين في الهجوم على بعض بقبضاتهم ومش مهتمين بالدفاع. وبيدرك كل الموجودين ان دي ما بقتش منافسه على الفنون القتاليه، وانما منافسه عشان يعرفوا مين فيهم اقوى. وبيستمر باكي ويجرو في القتال بقبضاتهم بكل شراسه وسط حماس الجماهير. وبيقول دوبو واوليفيا ان مين كان عارف ان في شخص يقدر يقاتل يجرو بالشكل ده. وبنشوف هنياما اللي من كتر الحماس والاثاره
بسرعه بقى في الصف الاول من غير حتى ما ياخد باله، وبيفهم كل الموجودين ان بمجرد ما تبادل الضربات ده ينتهي هيعرفوا اخيرا مين الفايز، وبيبدا الصمت يعم على المكان، وكل واحد من المتفرجين بيحاولوا انه يحفروا المشهد اللي هو شايفه ده في ذهنه. ومش بس هم، لا ده اعظم لاعبين الفنون القتاليه بيكونوا بيشاهدوا من التلفاز، وبنشوف جاك وهو جنب منشطاته وفي قمه الاحباط، وده لان باكي قدر يفرح يجرو ويخلصه من الملل ده، وكان نفسه هو اللي يعمل كده. وبنشوف ان يجرو اللي بيتلقى لكمات باكي بيقرر انه ما عادش هيسدد له اي لكمه، وبيفتح دراعاته وبيسمح لباكي يضربه زي ما يكون بيحضنه. وبنشوف باكي يا عيني بيقول خلاص ما بقاش شايف ولا سامع حاجه، ومستمر في تنفيذ اللكمات بالرغم من انه فقد الاحساس بكل حاجه حواليه، ومش بيكون حتى متاكد اذا كان لسه بيضربه ولا لا. وبما ان قبضاتهم بتتلامس فبيقرر باكي انه يستمر في لكمه زي ما يكون بيحضنه هو كمان. وفي الوقت ده بيمسك يجرو باكي وهو سعيد وبيحضنه بين ايديه بنفس الطريقه اللي قتل بيها امه، بيعصره جامد وبعدها بيسيبه لحد ما بيقع بطلنا باكي على الارض وهو مهزوم ومليان بكل انواع الاصابات اللي تخطر على بالك. ولما بيستخدم يجرو قدره الفحص بتاعته بيعرف ان باكي مصاب في كل مكان في جسمه تقريبا، عينيه ومراخيره وفكه السفلي والعلوي واضلاعه كل دول ما بقوش نافعين، وبيستنتج يجرو انه مستحيل يقدر يقوم من تاني، وبيقول كفايه لحد هنا عشان اكتر من كده الواد حرفيا هيموت. يبدا يجرو في مغادره المكان في صمت وسط ذهول كل الناس من القتال ده، بنشوف انهم بينحنوا ليه وبيفضلوا يشكروه على القتال ده. يجرو وهو بيتمشى بيكون حاسس في نفسه انه قضى وقت ممتع النهارده، ولكن فجاه بيحس بحاجه غريبه، وهي ان في حد بيضربه. بيلف الباكي بيبتسم له وبيقول له انت ضربتني، وبنكتشف ان روح باكي القتاليه كل ده بتكون لسه ما استسلمتش، وبنشوف ان روح باكي القتاليه اللي لسه ما استسلمتش بتبدا في التشكل والظهور وبتهجم على يجرو بكل قوتها. ويجرو اللي بيكون سعيد بيكون فهم قصده وبيقول له خلاص يا باكي انا فهمت، وبنتفاجئ انه بيطلع ايده من جيبه وبيبدا في تحريكها، وبيتصدم الكل لما بيعرفوا انه بيقطع توفو، وبعدها بيبدا في تقطيع البصل وبيحضر حساء توفو المفضل ليه، وبيقول لباكي الاكل جاهز وبيقدمه ليه. وبنشوف ان الكل بيكونوا مصدومين من الاجواء العائليه الغريبه اللي بتحصل دي، كانهم اب وابنه طبيعيين. ولما باكي بيدوقه بيقول له ان الحساء مالح شويه، ولكن يجرو بيتعصب وبيقول له انه شكله كده ما يعرفش طعم الحساء الاصلي بيكون ازاي. وفجاه بنشوف ان باكي بيقلب الترابيزه على ابوه، ويجرو بيحاول يمسكه لكنه خلاص بيكون اختفى، وبيقول له باكي انه انقذه. ولما بيصمم على كلامه بيعترف يجرو انه فعلا انقذه، وده لان الحساء فعلا كان مالح لكنه محبش يعترف بكده. ولما باكي قلب الترابيزه انقذه من الموقف المحرج ده قدام الناس. ولاول مره بنشوف ان يجرو بيعترف وبيقول انه كان بيكذب. يجرو بيقول له انا قلت لك قبل كده ان القوه هي القدره على فرض رغباتك، وانت خليتني انا اقوى رجل في العالم اطبخ لك، وعشان كده انت تستحق انك تكون اقوى رجل في العالم. وبيبدا الكل في الهتاف لباكي واللي مش بيكونوا مصدقين اللي حصل. باكي بقى اللي على الله حكايته مش بيكون سامع حاجه اصلا من كلام يجرو، فعشان كده بيقوم وبيعترف ليجرو ان هو الاقوى وبيسلموا النصر، وبيجي العجوز توكوجاوا وبيعلن الفايز، وبنشوف الجماهير وهتافهم بسبب النتيجه دي. وفي النهايه بيصافح باكي ويجرو بعضهم وهم كلهم فخر. وهنا يا صديقي بيكون انتهى الموسم ده من انمي باكي، وما تقلقش الانمي لسه مستمر، ودي مش النهايه خالص، لسه في قتالات اسطوريه تحصل في المستقبل. عشان كده لو وصلت لحد هنا فما تنساش انك تنزل تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتشترك في القناه وتفعل الجرس لو حابب يوصلك كل جديد مننا. سيب لنا كومنت تحفيزي وبس كده، يا سلام.